للقانون الاستثماري الجديد شنو هو؟ معناه هو خذوا الارض، خذوا الخيرات، وخذوا الاستثمار ديال الدوله، ديروا نسبة 50% ولا 60%، راها ليكم غير خذوا فقط. فقط يا البرتغال. مقترح الحكم الذاتي ما بغيناهش يكون. ها، يعني هذا هو القانون. من سن هذا القانون باش تنهب ثروات الجزائر من اجل ماذا؟ من اجل اشياء بين الامبراطوريه المغربيه وبين البرتغال، وانتم لا علاقه لكم به. ها، واش هاد العلاقات فاش المغرب يديرها مع البرتغال، ها، مشى كيعطيها الفلوس ديال الشعب المغربي؟ لا، البرتغال هي من طلبت. واش العلاقات اللي دار المغرب مع نيجيريا مشى طلبها المغرب؟ نيجيريا من طلبات. العلاقات اللي دارها المغرب مع الشرق الاوسط واش المغرب طلبها؟ لا، الشرق الاوسط هي من طلب. لماذا؟ لان المغرب دوله موثوقه، وكل اتفاقيه وكل قرار يوضع في الورق يطبق على امر الواقع. فمثلا شفناكم انتم غير الهرطقه. اين هو القرار ديال الانبوب الغاز النيجيري والجزائري وغيدوز على الصحراء الكبرى وبوكو حرام الجماعات الارهابيه ما يقدروش، حنا القوه الضاربه وكذا وكذا. اين هو الانبوب الغاز؟ فاذا به وزير الطاقه يقول نحن لا نستطيع ان نقوم بهذا الانبوب لان الخزينه. اين هي الوثيقه؟ دابا كل شيء يعني تحسوا لنا راسنا، ما كاين لا انبوب الغاز النيجيري لا والو. اين هو الخط البحري اللي قالت الجزائر نحن سنقوم بربط خط بحري بين موريتانيا وبين الجزائر من وهران واذا. ها، شفنا وزير الملاحة والصيد البحري قال لهم نحن عاجزون على تكوين هذا الخط البحري لأن السفن البحرية وسفن الصيد الجزائرية عندها جودة قديمة، وأن أنظمة التبريد في هذه السفن غير صالحة، ولذلك سنقوم بإلغاء هذه الاتفاقية مع الرئيس الموريتاني ولد الغزواني، وسنقوم بتعزيزها وتبديلها باتفاقية أخرى، اتفاقية ماذا؟ خط سريع بين الزويرات وبين تندوف. واش غيديروا هما بتندوف؟ فيها البوليخاريو. موريتانيا هي اللي جابت مدرعات ودارت على الحدود ديالها باش ما يدخلوش عندها البوليخاريو. كيفاش انت من خط بحري رديتي وحق خط سريع بين تندوف؟ شو بغيتي انت يا البوليخاريو؟ انتم باغيين تردوا موريتانيا صحه دوله ارهابيه ياك؟ باغيين تحشيو موريتانيا في نفس المشاكل ديالكم. وما على موريتانيا قال له الا ان ترفع الضرائب الجمركيه على الرمال وعلى كذا وعلى كذا، وغادي نديروا هذا الخط. وفين هو هذا الخط؟ فين هو هذا الخط؟ فين هو هذا الخط ولد الكرغولي؟ فين هو هذا الخط سيدي؟ ما شفنا خط بحري، ما شفنا انبوب غاز، ما شفنا اتفاقيه الصيد اللي درتو سفينه ما شاريهاش مقاده، ما شفنا طريق سريع، ما شفنا حتى حاجه. يعني لان المغرب دوله موثوقه، لان المغرب دوله موثوقه الشريف. المغربي الا دار شي حاجه كينزلها، كيدير دراسات الجدوى، كيسني الاتفاقيه، كيقول بسم الله مسراها ومجراها ان ربي بدا في المشروع. البرتغال لو كان جات طرحت المشروع ديالها على الجزائر عمرها تقبلوا واحد مشروع قاري يربط بين المغرب وبين اوروبا. الجزائر غادي يدخل لها هذا المشروع، تقول كيف لي مشروع ضخم بحال هذا غادي ديروا البرتغال وحنايا الجزائر؟ ما غتدخل لهاش في عقلها. ولكن المغرب دارها والمشروع بدا مبدوع، مشروع قاري. كتسمع مشروع قاري يربط بين القاره الاوروبيه والقاره الافريقيه. المغرب مشروع اخر ديال مصر من ميناء بورسعيد اللي ما قدرتوش نتوما ديروا خط بحري. المغرب داروا منين؟ ما هو من الشرق الاوسط، يربط بين الشرق الاوسط وافريقيا خط بحري. والسفن اللي غيكونوا فيه
ما تدخلش للتبون في راسو. شحال من سفينه اللي غادي تخدم في ذاك الخط البحري. المغرب هو الشريك الثاني لروسيا في الصيد البحري. نتوما ما عندكمش والو، نتوما فيكم هي بوكو كلام، نتوما هي تابعين، نتوما هي تابعين. عندكم هذا النظام ديالكم، عندكم داك الغاز والبترول، ربي رزق داك الارض بواحد الغاز والبترول، فاذا كيسلط عليكم حكاما كيفما تكونوا يولوا عليكم، كيفما تكونوا يولى عليكم. نتوما شعب مسخوط، خنتوا الشهداء ديالكم، خنتوا القوميه ديالكم، خنتوا الهويه ديالكم، خنتوا العرقيه ديالكم، فسلط عليكم ربي تبون، سلط عليكم تبون اللي غيستعبدكم في الارض، اللي ينهب الثروات ديالكم ويعطيها لماماكم فرنسا قاتله شهدائكم، اللي يعطيها لاسبانيا، اللي يعطيها للبرتغال، اللي يعطيها لايطاليا، اللي يعطي الثروات الجزائريه لولد البوهالي بوالصباط. قوه ضاربه، قوه ضاربه في ماذا؟ قوه ضاربه بالله عليك. الامبراطوريه اللي هو الزعيم ديالها امبراطوريو استقبلوا من طرف عسكريين بالكمامه. الامبراطوريه الضاربه في عمق التاريخ، الضاربه في عمق السياسه، تستقبلوا هكذا. امبراطوريه القوه الضاربه كما يوهم لكم، رئيس دوله ما يستقبله، فاذا بالرئيس يستعن بالسفير يقول له يا ودي اجي واستقبلني، تكون داها فيك الحريره نهار العيد. امبراطوريه ضاربه. تهضروا على الملوك، ما ديك حنا فاش مشى لاوروبا شفنا الشعب المغربي كلشي غادي كيسبق باغي يتصور معاه، وعاش الملك ونازل وكيتصور معاهم وكيتسناوه واقيلا 3 ساعات باش يخرج من. انتم ديالكم شفنا عطاو الباباه بالبيض، ها هو ها انت وقول له بعد دابا الشعب الجزائري فهمونا الخوت، فهمونا هاد الاتفاقيه، هاد القوانين الجديده. الجزائر ديما قانون جديد، كان ديما قانون جديد. ها ضربوه بالبيض، فاذا به يلوح اللوم على من؟ على الشعب الحر القبائلي. اش دخلك انت سي تبون في بلاد القبائل؟ بلاد القبائل راه عندها رئيس ديالها مؤقت، امنين به ومصوتين به ودايرينو رئيس ديالهم وقايمين بالاداء ديالهم. اش دخلك انت؟ هذوك اصلا ما غيضربوكش بالبيض، وانما اللي ضربك هو الشعب الجزائري. الشعب القبائلي ما مسوقلكش. فاش نضت العافيه الماكيست والمخزن المغربي، الارهاب الماكيست، كلشي الشيء القبائلي علاش طالبوا بالاستقلال ديالهم؟ حيت رديتهم جفاف، ما عطيتوش لديك الامازيغيين الاحرار اللي ما رضاوش بالمدله لفرنسا والانبطاح لفرنسا، ما عطيتوهمش الحقوق ديالهم. هذا علاش قال لك حنا بغينا الاستقلال ديالنا. الشعب الجزائري الدليل، ابناء فرنسا ياكلون من الزباله في الشوارع الجزائريه ويقولون عاش تبون، ينظرون الى ثرواتهم تذهب الى فرنسا والى ولد البوهالي ويقول لك عاش تبون. لذلك انت شعب دليل، انت شعب عبيد، لا يحق لك ان تتكلم. ولو الى تسالت الزباله ديال الجزائر اجي راه غادي يسردوك الزباله ديال تونس، حيت راه فتح الحدود مع تونس فقط لاكل الزباله من القمامه. راكم انتم فتحوا لكم غير باش تاكلوا القمامه الشياطه ديال التوانسه، فهمتي؟ وغادي نطلعوا هذا الجزائري اللي قال لك طلعني ونشوفوا هذا حكم. كبسوا خوتي اللايف وكبسوا لنا اللايف باش ما يطيحوناش، ما فينا ما نهض. حنا ديما كنجيو نبهدلوا باباهم هنايا، هما علينا بالسنيان وحنا عليهم عاوتاني. ما كاين غير التبهديل، حتى مشاو كيكتبوا في الجرائد على النشطاء التيكتوكيين، قال لك المخزن المغربي كيخلصهم باش يعاديوا الجزائر. يا ودي المهدي شتي باش كنقول وكبسوا لنا الله يكتبوا في الجرائد على النشطاء. قول المهدي طالع كريم الريزو ما عندك شعر ربي على الله، الدوله الضاربه ريزو ما عندكش، نبقى نتسناك هنايا يعني بحال راك غتجي على رجليك، بحال راك غتجي على رجليك من الجزائر باش دير معايا لايف. يا ودي هبط وبدل البلاصه، وإلا ما كنتيش قريب الوجده قرب الوجده، راه تما كاين غتلقى انوي واصل الريزو تما مزيان. قرب الوجده، والله الا بقى طلعوا بقى تسناهم ربع يديك حتى يوصل. راه دابا عاد وصل لبجايه، راه جاي كيسبق، راه جاي كيجري.
ما يقدرش. ولا سي ديالي نتوما اش كديروا هنا؟ كتكبسوا. واخا غادي نشوفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي دايره البلاد؟ مزيان بخير؟ الله يحفظك اخويا. والهضره السلام ديالك عليكم. ولا صحيحه صاحبي؟ انا معاك. هاد الهضره اللي كتقول والله الا غير الصح. هضره ديالك صحيحه مطايرين انت يا الصح سيدي. ورحمة الله. الصح راه غير سلك غير سبته وملي من بعد الصح سلك غير سبته اش من وملي. سبته واخا ومنيلي؟ اش من سبته صبر ومنيلي؟ واش الياس، كتقول صبر الهضره؟ الياس، انا نولي والله سلك الياس غير خليني سبته نهضر معاه. وملي، سلك غير سبته وملي من بعد هضر هو البلاد. البلاد كبيره اسمعني عليك خويا. اسمعني. هذا خوتي خلوني نهضر معاه. احنا عندنا موضوع اليوم. قول لي، جاوبني. هاد العلاقه التفضيليه اللي كيدير هاد التبون يا ودي روح شوف الملك مع تاعك وين راه. البرتغال. انت واش دخلك في تبون؟ شوف الملك. ودابا حنا كنشوفوا هذا التبون خلي ديالكم اللي دايرينو تخليني خويا نتوما. نهضر كيما كنت تهضر ايوا انت نهضر. الشيء هبط. العلاقه التفضيليه اللي كيدير هاد التبون يا ودي روح شوف الملك مع تاعك وين البرتغال. راه. النظام اللي كينهب لك الثروات ديال. انا خاصني داك الجزائريين الاحرار اللي ضربوه بالبيض بغيتهم يكونوا هنا يقولوا الكلام. وحتى اللي المبدا ديالو الغزو ديالو الغزو الفكري غزاوه بالاعلام يطلع ويناقش. ماشي اجي تبقى لا واش دخلك؟ اش دخلك؟ نشوفوا الريفي. سير ولدي انت راه ما غاديش تطلعك انت حمار قلت لك في راسك تجي تحمقني هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ياسير وكتهضر على الحقوق القبائل، فين الحقوق ديال الوفاء؟ انت ريفي. انا ريفي من الحسيمه. تحيه اخوان الجزائر. تحياتي للرياف هذا الحسين. تحياتي اخواتي الجزائر فيما كانوا في العالم. عندك البطاقه الوطنيه ولا؟ عندي باسبور مغربي، بطاقه مغربيه، عندي كل شيء. واش في ساكن في المغرب ولا؟ اصبر اخوتي وغير صبر. الريفي شي الغاش ماجير ماني لا ماجير. صبر اصبر. اديها في راسك. فتح على البيصره والسردين رخيص في المغرب. اديها في راسك وخليونا نهضروا معاه بلا ما نهبط. ياسير عايش في المغرب ولا عايش فين؟ بعد على الجزائر. بعد فتش على البيصره والسردين. واش عايش في المغرب ولا فين عايش؟ البيصره والسردين. واش عايش في المغرب ولا فين عايش؟ فوق. واش عايش في المغرب ولا فين عايش؟ جاوب. عايش في الحوسيمه. يا في الريف في الحوسيمه. اجي عندي. لا ما عندي لاش نجي عندك. انا بغيت غير كنسول وصافي. انا راني ولد الحوسيمه. شكون داك الجزائر؟ واخا عندك شي فلوس ولا ما عندكش؟ الحقوق الانسان. الحقوق. واش عندك شي فلوس ولا ما عندكش؟ واش عندك شي فلوس ولا ما عندكش؟ جاوبني يا ودي جاوبني. واش عندك شي فلوس ولا ما عندكش؟ عندك شي الحقوق انت؟ فين الحقوق ديالك انت؟ هكاك. واخا الله صبر نجاوبك السيري في فيصل. حاليا المغرب درس حقوق الانسان والشعب المغربي عنده كامل الحقوق والواجبات ديالو. دابا حاليا راهم كاينين واحد المنظمات حقوقيه تابعه حكوميه وكاينه منظمات حقوقيه غير حكوميه يقومون بدراسه حقوق الحيوان. لذلك اللي عنده الافكار ديالك مخريه خصو حقوق الحيوان. وفائده بهذا القانون غادي نعطيو الحقوق للحيوان في 2030. هبط الحمار و2030 اجي ديك الساعات الا ما لقيتيش خديتي حقك مع الحمير اجي ديك الساعات هضر. خويا الياس بني ملال تفضل لك الكلمه. اخويا انا نعطيك الكلمه. انت اللي كتعرف هذا الشيء وتهضر فهمتي. انا الا طلع شي واحد باغي يدير ولا يعير شي حاجه غادي نجاوب. نعم. غير خذ الكلمه نتايا. ايوا الشيء كيفاش كنقول لكم عنده حقوق الحيوان باغي يطلع. اودي انت راه ماشي ريفي انا راني ريفي وعيب وعار تقول ريفي. انت حمار. يعني حقوق الحيوان راه قلت لك عاد كندرسوها. يعني راه مازالين دابا حاليا غنخليو ديك الحيوانات اللي هما يعني زويونين واللي بعدا تالا ضيعت عليهم الدواء وداك الشيء راه يستاهلوا. اما بحالك حمار انت راه خصك تمشي تربى. سير بعدا حرط شي 7 د القطارات ودير علاياش بعدا تاخذ حقك انت. شوفوك واحد الانسان قدمتي. نشوفوا واحد الحيوان انه عطى البلاد ديالو.
اذا ديك سير عليا انا بقى لي فيما كان شي حل في تمجي عندي، ترى ماشي تا من راهم فصيله كيدخلوا الحمير، فهمت، تراك من كيدخلوا فصيله الحلاليف. كيديروا روحهم السلام من عليكم. الريف ولا من الاطلس فهمتي، كيبغيو يخلقوا هذيك الفتنه بيننا حنا فهمت، كيدير راسو من السلام الاطلس عليكم. ولا من نعم الريف باش يهدى، وهو وعليكم غير السلام. جاهل ما المهم كيعرفش خويا يشتم خوتي هذا نظموا لنا ولا اللايف. هذا. الياس ديك انا الكلمه خويا الياس بني من الله. قلت لك انا كاينين شي طلع سمعت جزائريين فينا كيديروا الروس كابدين. ديالهم ريفي ولا من أس... الاطلس باش يخلقوا الفتنه بيننا حنا المغاربه فهمتي، ما كيعرفش ما السلحه، واحد عقليش فوق انا يبغى الموضوع السلحه ديال ديالي، الاطلس ما الموضوع كيعرف ديالي حتى هو وجه، هذا، هو ديال وقال التبون. لك انايا من هذا الاطلس السبون. فهمت، راه راسو من شوف اخويا، الاطلس وما شوف كيعرف لا السلحه لا والو، اخويا، كيقول لك انا من الاطلس هو اخويا جزائري الموضوع ديالنا باش هو، يخلق هذيك الفتنه الموضوع بيناتنا ديالنا حنا فهمت. هو، شوف الموضوع ديالنا هو هذا ديال الجزائر. واش انا بقى هذا كندخلوا في راسي؟ تكلموا لنا على هذا الجزائر، ما تكلموا شيء، خليونا نكملوا الموضوع. تفضلوا اللي يتكلم. ها ربي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا ما فهمت بالموضوع، عطلت صافي. تفضلي اختي سلطانه، لاباس عليك؟ بخير؟ مغربيه ياك؟ ايوا راه باينه، بلا ما تسولني، باينه غير في هضرتي. اش لك انا غير تهضر معاك هكا؟ الله ينعم مرحبا القحبه. اختي. اتكلم تهضر في الناس القحبه العاهره. الله ينعل والدي. شتي الحيوانات كثروا في هذا البلاد. شكون هذا اللي قال هاد الهضره؟ الحمر واحد الحيوانات، هذا واحد من الا الحمر شي كرغو، البعراد الا كان كرغولي طلعوا لي الدنيا هانيه، انا مستعده كاع انا لا لا نسوق. لا لا، ما عندناش مع الكرغولي. الوكل الحمير ما يدير. تفضلي اختي تفضلي. السي احمد تفضل اخويا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اخ معاكم من جمهوريه موريتانيا الاسلاميه. مرحبا. الا بعد نبغيكم تعودوا شويه كبار من ذا، تعودوا المسائل اللي ما هي مرقه نمشيو الكلام الخاسر ما هو زين. لا ما كاينش كلام خاسر، هذوك اللي طلعوا راهم هذوك ديك خوانه ديال الداخل. حد يعود كلام الشين يوسخ الفم. نعم اكيد يوسخ الفم. مرحبا بالاخ الموريتاني. ها قبال تحياتي لك الاخ الموريتاني. عندك شي كلمه بهذا الخصوص ديال هذا؟ عندك شي كلمه بخصوص هذا التبون فاش مشى البرتغال ضربوه بالبيض؟ يا اخي الله اعلم يا غير انا نبغي لا نتكلم الا في شي ذوك هو يعني ما نغضب في الاخرين، رانا نشوفوا فيهم شي لود مصالح، والله شي اللي بغى ذاك يربحوه بالبيض يربحوه بشي يخرس حد لا شي قدم رقاش ويقدم المغرب العربي كامل. نعم هذا من قول الكلمه ديالك الاخ سامين اخويا، ديما كطلع في القهوه كتكون نتايا. تفضل عبد الرزاق. شكرا خويا كمال ومايسترو ديالنا، ديما نعيطك المايسترو انت ديالنا ديال المغرب، تشرف فينا خويا كمال. وانا الحاجه اللي الانتباه ديالها عرفت شنو هي؟ ملي سلم على الرئيس، اوكي اي رئيس يسلم على الرئيس من بعد تيمشيو تصوروا عند الصحافه فهمتي، عاد عطى داك البروتوكول فهمتي، داك الرئيس البرتغال عطاه يدو باش يسلم عليه وتصوروا، وهو شدو بدا يبوس فيه ثاني، هو راه باصي في الاول. واش ردت على بالك خويا كمال؟ ما رديتش بالك القضيه. نعم باش جوج مرات الكلمه كمل. واش فهمتي؟ نعم ونقول لك زعما اول حاجه اللي درنا حنايا تتبعونا من الاول، راه التطبيع شي تطبيع، راه تبعونا، راه ما بغاوش اسرائيل يطبعوا معاهم، هو قالوا لهم التطبيع مشرف. ياك فهمتي خويا كمال؟ حنا نقول لك حنا كبارين عليهم ونخلي لهم غير الله، وديما مغرب والله يعز المغاربه وعلى راسهم كمان.
اوكي بارك الله فيك خويا عبد الرزاق. السلام عليكم. وراه انت راه طاح عليك راغله ما عندي ما نقول. الدرون المغربي ولا سامي؟ تفضلوا. السلام عليكم سي كمال، بخير؟ وعليكم السلام ورحمه الله خويا. لاباس عليك؟ بخير. انا الله يحفظك خويا. اللقطه اللي صارت الانتباه ديالي هي اللي خصك تكلم فيها بزاف، على كلمه إيالة الجزائر، ما قالش دولة الجزائر. تفضل اخويا. ودابا منين نتوما كطلعوا وتقول لي انا شنو نقول، نتايا غتبقى غير جالس كتسمع. تفضل قول للمغاربه، وصل صوتك. حنا دايرين لايف منبر ما لا منبر هذا، وما كنت باغي نهضر بوحدي والله ما نطلع شي واحد. تفضل. لا هي هاد النقطه زعما انا بغيتك تتكلم فيها، انا تكلمت فيها، ولكن انت تبارك الله راك عندك واحد، يعني انا هاد الكلمه ديال إيالة، لان هذاك السي حمير ديالهم دومير، يعني تقريبا ما عرف هذه تقريبا واحد 15 يوم هو تيعارض هذه كلمه إيالة. يعني الصنايبي قال له نتوما هي إيالة عثمانيه، وهو تيعارض هذه الكلمه، ولكن دابا الرئيس الجزائري قالها بفمه وسمعوا الناس كاملين، إيالة الجزائر ومملكه البرتغال. يعني انت عندك واحد البلاغه في الكلام، يعني بغيناك تطرق لهذا الشيء اللي بغيت منك. نعم شكرا حسن خويا، تحياتي مرحبا. السلام عليكم حسن. وعليكم السلام حسن. الله يحفظك خويا حسن. الله يحفظك اخويا تفضل. هذا الموضوع هيك نتكلم عليه بالنسبه للجمهوريه، لان اليوم الاخبار خويا حسن بدل البلاصه، راه الريزو عندك كيقطع بزاف. ابن السلطان ليك الكلمه. خويا كمال غنقول واحد الكلمه نزل لاحظك، سمحوا لي الله يرحم والدين. كمان نسيت واحد الكلمه بنقولها ليك. قال لهم احنا والبرتغال 210 سنوات عندهم تاريخ. بدك تقول لي واش فيري ولا لا، واش فري ولا لا، ونزل لي خويا كمال الله يحفظك، نتسنط من التحت. مرحبا. ابن السلطان ليك الكلمه خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اش بغيت نقول لك اخويا، اولا كنشكرك على هاد اللايفات ديالك خويا كمال. بالنسبه الله فيك خويا العزيز. بالنسبه لهاد الدوله الجاره، كتشوف انها ما عندها لا كاريزما، لا من ناحيه البروتوكولات، لا من ناحيه يعني دوله ملبوده كتاخذ المساجات ديالها من فرنسا. يعني داك العلاقات علاقات تفضيليه، يعني الامر والنهي كيجي من الفوق، وهي غير غاديه غير هكذاك وصافي، وكتبغي تبين ان عندها ثقل وعندها والدبلوماسيه ديالها ميته. انت كتشوف كيفاش كيستقبلوا رئيس غادي يزور دوله وما يستقبلوش الرئيس ديال ديك الدوله. هذا في حد ذاته راه فضيحه، هذا فضيحه هذا. نعم تفضل سامي. السلام عليكم، تحياتي لخويا كمال، تحياتي للاخوان الكرام. معليش اخي كمال ربما كاين شويه ازعاج، ولكن غادي نطرق لا دابا مزيان. الله يحفظك. غير بالنسبه لخويا كمال، هذه الزياره هذه فهي تدل على السقطات تلو الاخرى. فكيف ما قالوا الاخوان الكرام، بما ان رئيس الجمهوريه ديال الجزائر تيمشي للبرتغال وكيتستقبل بديك الاستقبال، ويعني انه حتى لدرجه ديال انه ما كيف ما قلنا نخلوه، ما عطاوش حتى قيمه انه يستقبل من طرف حتى اخر. يعني كما كنقولوا حنايا في الدبلوماسيه اللي كنعرفوا، هي انه عندما يكون رئيس يزور دوله، اما يستقبلوا رئيس، او اذا تعذر الامر يستقبله رئيس الوزراء، اذا تعذر الامر وزير الخارجيه، فهذا استقبلوا النائب الثاني لوزاره الخارجيه. احنا ما كيهمناش يستقبلوا ما يستقبلوش. الاهم من هذه الزياره هذه، او لا سبب الزياره، وهي الاتفاقيات المبرمه ما بين المغرب والبرتغال التي
تم الاتفاق عليها في غضون هذه الاسابيع الماضيه، بما في ذلك يعني عده امور اللي هي الاستثمارات بملايين الدولارات كما كنقولوا حنايا. هاد الناس هادو مشاو كيف 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 كتعرف اخي كمال على انهم باغيين يضربوا في هذه الاتفاقيات، وعلى انهم راك شتي حتى الكلمات اللي كان تيقولهم الرئيس في اثناء اللقاء او القاء الكلمه هو الرئيس البرتغالي. فربما الى انتبهتوا الاخوه الكرام، قال واحد الكلمه اللي ربما يعني لا علاقه لها حتى برئيس، يعني حتى واحد من كما كنقولوا حنا رئيس بلديه عندنا في المغرب ما يقدرش يقولها ديك الكلمه ديال انه حنا البرتغال يعني واش ما حبتنا نديروا بمعنى حنا منفتحين واش ما حبتنا نديروا. والحاجه الثانيه هضر في المجال الثقافي والسياسي حتى المجال الرياضي، بما تيقول انه المجال الرياضي الفوتبول. بغيت غير نعرف انا هذا الفوتبول هذا اشنو المغزى ديالها او لا اشنو يعني المغزى من هذه الكلمه اللي قالوا من هذه الجمله هذه اللي قالت بالضبط على انه باغيين يديروا العصا الرويضه كما كنقولوا حنا المغرب في ضمن كاس العالم ديال 2030. يعني اخي كمال هذه كما كنقولوا حنا خيبه الامل، يعني غادي يجر وراه اديان الخيبه. هذا التبون هذا راه يعني لا سبحان الله، حتى في الاعراف الدبلوماسيه ما كيعرفش ليها، حتى في العلاقات مع الدول ما كيعرفوش، لدرجه ديال انه قال بانه الاياله الجزائريه مع المملكه البرتغاليه، وهذا رد على ذاك الحمير اللي كيقول بانها دوله. يعني هذا الشيء هذا حتى التناقض فيما بعضهم في البعض ديالهم، يعني ما بين مؤرخين وما بين علماء وما بين رؤساء وما بين وزراء، تناقض في الكلام اللي بيناتهم. والخير دليل على ذلك هو تيقول بان نحن الجاليه جيت كنزور الجاليه وغادي نطمئنوا على حال الجاليه. وشوف هو حتى الجاليه في واحد الجواب في واحد التعليق على هذا الخطاب هذا قالوا الجاليه الجزائريه شكون اللي غيشوفها، بمعنى انك فين غادي تزورها. هذا كما قلت اخي كمال، راك عرفتي فين ما كيمشي المغرب انه يوقع اتفاقيات او لا يوقع عده معاهدات ولا شي مصالح كيمشيو هما من وراء على باش يضربوا فيها في هذه الاتفاقيات. وهذا راه شفتي حتى لدرجه ديال انهم بغى يتعامل يعني بالبترول، يتعامل بالغاز، يتعامل بجميع داكشي اللي قال في الخطاب. مع الاسف ما يبين هذا الخطاب او لا هذا اللقاء او لا هذه الزياره الا تبهديل على تبهديل وضعف الدبلوماسيه الجزائريه يعني من جميع النواحي. وهذا يدل على هشاشه النظام الجزائري اللي هو فين ما كيمشي كيتلقى الصفعه تلو الصفعه. فالتبهديل ما بعد التبهديل. ولكم الكلمه اخي كمال. بارك الله فيك. وليد. السلام عليكم اخوي كمال. وعليكم السلام ورحمه الله. انا نعطي الراي ديالي اخويا بالنسبه لهذه الزياره ديال تبون للبرتغال. مشى للبرتغال نبداو من الاول. الاستقبال ما استقبلو حتى واحد، استقبلو السفير ديالو هو اللي جا استقبلو. الرئيس ما كانش مسالي، وزير الخارجيه قال لك دراتو لبعدا، كل واحد شنو لقى ليه السبب باش ما يتلاقاش. ملي تلاقاه الكلمه راه حنا شفناها كاملين، الطريقه ديال التسلام ملي سلم على الرئيس شفنا ما كاين لا بروتوكول لا هيبه لا والو. السيد سلم عليه هو بقى شادو من ظهره وغادي من وراه، تبهديل بحال شي واحد مدير ديال المدرسه عندنا في المغرب ما يديرش بحال هكا. ثاني حاجه هي ديك ديال الفوتبول قال لك حقا باغي يلعب فوتبول، ما فهمتش هاد الشراكه اللي باغي يدير مع البرتغال ديال الفوتبول. وثالث حاجه هي شنو سميتو الاستقبال اللي داروا ليه الجاليه بالورود والشجر وكيقولوا ليه تحيا عمي تبون وهز الرايات وفرحانين به. راه حنا شفناه كاملين، شفنا البيض المسلوق اللي داروا ليه الفطور شفنا داكشي كامل. المهم هادشي كامل كيبين باللي تبون هذه هي اللحظات الاخيره ديالو في الرئاسه، يعني كيبريباريو شي واحد اخر في بلاصتو، يعني مابقاش صالح. وهذا الشيء اللي غنشوفوه في هذه الايامات الجايه. نعم. بالنسبه خوتي لهذه القضيه ديال الفوتبول اللي كيتكلم عليها واحد الكره، هو فاش كان ترشيح المغرب في هذا الملف ديال تنظيم كاس العالم
هاد الشراكه الثلاثيه ديال اسبانيا والبرتغال، كانت الجزائر خرجت كتسبق وكتكلم مع واحد المنظمات حقوقيه تابعه لحقوق الانسان، كيرسلوا رسائل للبرتغال وكيرسلوا رسائل لاسبانيا وكيطالبوا منها باسم الصحراويين، باسم المرتزقه البوليزاريو، كيقولوا لهم بان المغرب لا يتعامل بحقوق الانسان مع الصحراويين وعلى الصحراء الغربيه وكذا، خويا كمال ومجموعه خويا ديال كمال اسمح الهرطقات. لي خويا كمال، هاد الدري هذا اللي نعم. يلاه طلع شوفوا شكون، بعدا راه الدراري تيكتبوا لك لتحت شوفوا شكون. إيقاظ المغاربة، إيقاظ المغاربة، تفضل لك الكلمة، زيد شوية الصوت. الصوت. تفضل. مغربي السلام الأخ. عليكم. وعليكم السلام. مغربي ولا جزائري؟ جزائري أنا في مغرب. تفضل. الأخ تسمعوني ولا لا؟ كتسمعني الأخ؟ الأخ تسمعوني؟ نعم. هاد الزيارة ديال السي تبون، هاد الزيارة ديال الرئيس عبد المجيد تبون، كتسمعني أنت؟ كنسمعوك غير شوية الريزو عندك ضعيف. سمعتي؟ نعم. هاد الزيارة ديال عبد المجيد تبون واللي كيقول بأنه مشى للبرتغال باش يقوموا بالترويج للقانون الاستثماري الجديد. تسمعني؟ هذه ماشي كملت سؤال. ماذا يعني القانون الاستثماري الجديد؟ شنو كيعني هذا القانون الاستثماري الجديد؟ هذه ممكن نتوما راكم شويه الرئيس هو تلقى دعوه من الرئيس البرتغالي. على كل حال البرتغال راهي محتاجه الجزائر، رئيس الجزائر المحتاجه اليها. الاشياء اللي راكم تقولوا فيها انتوما يعني غريبه وعجيبه نوعا ما. سبحان الله، يعني ممكن نلاحظوا ان الرئيس البرتغالي البارح تخلى عن الاتفاقيه بينه وبين المغرب، يعني مجرد انه ممكن استفاد يعني ولا تلقى ولا دار عقد 1000 متر مكعب من الغاز. ونشوفنا الهدايا وشفنا الاستقبال، شفنا 21 طلقت مدفع يعني، وهذه كامل ما شافوهاش المغاربه للاسف الشديد. وشفتي البيض اللي تضرب به ولا ما شفتيش الشهيه؟ ما شكيتش الحكومه البرتغاليه تترك رئيس يضرب بالبيض، شكيتش. لا وهذا الشيء الفيديو ماشيش. لا ما شكيتش انها دوله تخلي رئيس يرشق بالبيض، يعني يجي من بعيد على روحه. شفتي هذا الاستقبال من طرف العسكريين البرتغاليين للتسبون بالكمامات؟ ما يهمش، الرئيس استقبله عادي، الرئيس كان معاه يحضن فيه بلا كمامه، ما يهمش العسكر. ممكن ما هو السبب باش هاد العسكريين انهم يستقبلوا الرئيس تبون بالكمامات؟ لا قلت لك مادام الرئيس استقبله عادي ما يهمش العسكريين، ممكن راه هو مريض العسكري هذاك. الرئيس ديالكم لم يستقبل من طرف الرئيس البرتغالي وانما استقبل من طرف السفير الجزائري. ما كانش منها، استقبل من طرف نائب الاخرى. نائب اين هو الرئيس؟ اين هو الرئيس واين هو النائب؟ وريني هنا الرئيس والنائب، هذا هو البروتوكول. ها هو. انت ما تعرفوش وانا ما نعرفوش شكون يستقبل. وريه لي ملي كيكون نائب الرئيس فلا داعي للعسكري بان يتقدم الى الرئيس. ما انت قلت السفير الجزائري، انت راك تكذب، تكذب يعني دون يعني. ها هو السفير الجزائري في جنب الرئيس تبون. دابا حنا غنوريوكم حتى في المسؤولين ديالكم ولا كيفاش؟ لازم يحضر مع البروتوكول، السفير لازم يحضر. واين هو الرئيس؟ اين هو الرئيس البرتغالي؟ فين هو هنا؟ عادي جدا، هذاك جميع الرؤساء يخلوه يستقبل واحد في المطار والرئيس يقعد يستنى في القصر الرئاسي. ماذا يعني الرئيس الجزائري بقوله نريد شراكة مع الإيالة الجزائرية والمملكة البرتغالية؟ ما قالش، هو حكى على التاريخ ما نساش. وأي تاريخ يتكلم عنه؟ راه رجع للتاريخ، قال الإيالة الجزائرية. قال اتفاقية بين إيالة الجزائر، ما قالش كما راك تقول انت. ماذا تعني كلمة إيالة الجزائر؟ ما معنى كلمة إيالة الجزائر؟ هو قالها على بالو بالك، على بالك ارجع لها تفهمها. هل تعلم بأن إيالة الجزائر هي دولة قطرية لا يتجاوز قطرها 500,000 كيلومتر مربع كما ذكر في التاريخ في عهد العثمانيين؟ ذلك ما يحكيه المغاربة فقط. ولماذا يتكلم عن أعلى 1,500,000 كيلومتر مربع؟ 1,015,000 مليون شحال بقات؟ 500,000 1,500,000 منين يعني ما كيتكلمش عليها؟
منين كيتكلم عن الاياله الجزائريه، الاياله الجزائريه حنا كنعرفوها. ما تكلمش على هكذا كيما راك تقول انت. هو تكلم على الاتفاقيه اللي صارت عندها 200 سنه، ما حكاش كيما راك تحكي انت. واي اتفاقيه صارت بينكم وبين البرتغال فيها عندها 200 سنه؟ كاينه اتفاقيه ديال السلام بين المملكه المغربيه وبين البرتغال عمرها 250 سنه. اين كانت الجزائر حينها؟ في كانت؟ لا التاريخ ارجع تقراها، ماشي قاعد انا باش نقرا. اي رضوان تحياتي، اي اتفاقيه هذه اللي تكلموا عليها عندكم مع البرتغال 200 سنه؟ اي اتفاقيه؟ ارجع التاريخ تقراها، ارجع التاريخ مدون تقراها، ما تجيش نقرا. دابا انا فاش كنتكلم لك انا كمغربي كنقول لك بان البرتغال قالت يشرفنا باش نديروا واحد المشروع قاري بين الامبراطوريه المغربيه وبين البرتغال، وذكروا التاريخ وقالوا بانه يربطنا مع المغرب 30 سنه ديال ميثاق الصداقه و250 سنه بين الامبراطوريه المغربيه والبرتغال، 250 سنه ميثاق ديال اتفاقيه السلام. انتم واش من اتفاقيه واش من معاهده عندكم؟ العادي جدا الاوروبيين يتكلموا عادي انه يحب يدير في يدي من عندك حاجه يدير لك كيما حبه، عادي جدا. قادر انت ما عندكش دابا تاريخ تبون شنو مشى دابا تبون مشى يدير معهم علاقه تفضيليه. ماذا تعني كلمه علاقه تفضيليه؟ حول ماذا العلاقه التفضيليه؟ تبون نستدعوه، هما يحتاجونا ما نحتاجهمش نحن. واش ندير به هنا؟ هل تعرف بان العلاقات التفضيليه هي ان الجزائر كتسلم الثروات ديالها للبرتغال بثمن تفضيلي؟ معنى كلمه تفضيليه هي العلاقات بثمن تفضيلي. بطل غلط. نحن عندنا اسمع، نحن عندنا 49 51، انتم عندكم 93 7%. غير ما تحكيش الحكايات اللي ما عندها حتى انتم التفضيليه 57 حول ماذا؟ هل تعرف بأن الجزائر تسلم 42% من غاز الجزائر للبرتغال عن طريق إسبانيا ولا لا؟ تكذب. انت تكذب. شحال كتعطيوه؟ انت دابا هادشي كامل اخويا كامل بلاتي، انت هادشي كامل الاخ الجزائري تيعطيك بالدلائل والبراهين تقول له كتكذب. راه هذا هو المشكل فيكم. هذه الشعبويه والكذب. اش شعبويه؟ تكلم معنا، خليه يتكلم معنا بالمنطق. خليه يتكلم معنا هو بالمنطق. الشعبويه والتخيلات هذه يا اخي تكلم معنا بالمنطق، فهمنا. حنايا كنتكلموا بشعبويه، تكلم معنا بالمنطق. ما كاينش منطق، كاين دلائل وكاين شعبويه، ما كاينش منطق. يلا قلنا الدليل. لا تجيب خرافات. هذا العلاقات الكرويه اللي تكلم عليها عبد المجيد تبون حول ماذا؟ تنظيم ماذا؟ حول تنظيم ماذا؟ تنظيم علاش؟ الكره عادي، الكره ما عندها حتى معنى. مسخير هذاك، مسخير وفرات. حتى انا ما نعتبروش لا شيء هذاك. دابا نتوما تبون غيمشي يتمسخر حتى في البرتغال. يا ودي تمسخير في الكره. واش انت راه اذا نتوما مسخره على هذا الحساب تقول لي انت تمسخير؟ واش انت كتهضر مع اسمع هذيك عاديه جدا. هذيك ما عندها ما تنفعش. دابا البرتغال محتاجه الجزائر والجزائر اللي مشات لعندها. لا هادشي ما يصطايري. واش هو محتاجكم؟ البرتغال محتاجكم وتبون اللي مشى عنده اللي شبونه وما استقبلوش الاخر. السلام عليكم. دعوه رسميه من الرئيس البرتغالي الحابس، دعوه رسميه وطلقت 21 طلقه على الغاز ورجع في حالك. هادشي اللي كاين. هو مشى تيجري وما قلش عليه، ما استقبلوا السفر ديالو. هذا باين هادشي ما محتاجش تفسير. تعرفوا والو يا والله، ما تعرفوا والو. حتى السياسه ما تعرفوهاش. انت اللي كتعرف اشرح لنا، احنا بغيناك تشرح لنا. انت اللي كتعرف. واخا بغينا نستافدوا من قلش عليه، ما استقبلوا السفر ديالو. هذا باين هادشي ما محتاجش تفسير. كارثه. فهمني دابا انت كتناقش. دابا شنو كتناقش انت دابا حاليا؟ السياسه ولا ماشي السياسه؟ قلنا ما هي السياسه، قلنا ما هي السياسه الخارجيه، قلنا ما هي السياسه الخارجيه. دابا فهمني ما هي السياسه الخارجيه. قول لي ما هي السياسه الخارجيه. قلنا ما هي السياسه، قلنا ما هي السياسه الخارجيه، قلنا ما هي السياسه الداخليه. قلنا السياسه الداخليه البلاد ديالك شنو هي؟ على ماذا مبنيه السياسه الداخليه د بلادك؟ على ماذا؟ قلنا فهمنا. الشيء علاش دابا تبون كنقول لك كيدير لكم رزقكم وكيعطيه لاوروبا وانتم كتقولوا ما كتقول لي حقاش فينا الاستقبال. لاباس علينا الحمد لله يا ربي، لاباس علينا والله لاباس علينا. ما هي الرساله في
في هذه الصوره هذه ما هي الرساله السياسيه اللي كيرسلها هذا العسكري البرتغالي للعالم؟ واش هي انت واش قريت؟ لا والله لا لا الا ما عرفتيهاش نقول لك انايا نقول لك انا معليش تقول لي قول لي وفهمني. على بالي قول راني متوقع قول. لا دابا انت كتهضر في السياسه. لا انت انا قريت واخا باغيني انا نقول لك باغي نقول لك ما هي الرساله اللي كيأدي هذا العسكري هنايا اش كيوري للجزائر قدام العالم شنو كيوصل لهم. كيقول لهم بان الجزائر دوله لا يثق فيها، ما تثقوش في الجزائر، وانها دوله لم تحترم المعايير الدوليه بخصوص التدابير الوقائيه ديال كوفيد 19، لان الجزائر ما لقحتكمش بلقاح كورونا، فيروس كورونا ما لقحتكمش بلقاح كورونا، عطاتكم اللقاح. اسمعني عطاتكم اللقاح ديال انفلونزا الطيور، دارت لكم اللقاح ديال انفلونزا الطيور ديال الخنازير كامل. لا حنا كنهضروا المنطق. والله سمعت تقييد. ودابا انت يا قلتي لي فهمني غنفهموك الرساله. دابا انت مقطع الصوت ايقاظ المغاربه، انا ما سبيتك ما والو، قلتي لي فهمني ما هي الرساله التي تقدمها البرتغال بهذا البروتوكول ديال انهم يستقبلوا هاد العسكريين النظام الجزائري بالكمامات. هذه رساله كتقول البرتغال للعالم لا تثق في الجزائر لا تحترم المعايير الدوليه في التدابير الوقائيه، لا في كوفيد كورونا ولا غيرها. قالت لهم بان الجزائر لم تقم بتقديم اللقاح للشعب الجزائري ديال كوفيد كورونا كوفيد 19، وانما عطاتهم اللقاح ديال انفلونزا الطيور، حتى انها اخذت 3 ملايين لقاح من امريكا التي كانت في المستودعات الامريكيه تعرضت للتسمم، وعطاتهم كانت تطلعهم امريكا للزبل، والجزائر جابتهم وضربتهم لكم كانكم حمير وكانكم بهائم ولستم بشر. يعني هنايا داروا التدابير اللازمه ديالهم، وكيقولوا له بما انك ما كتحترمش المعايير الدوليه اذا حنايا ما يمكنناش نستقبلوك بلا كمامات. وهذا هو الميساج اللي كيعطيو العالم. حاجه اخرى فهمني، ما هي السياسه الخارجيه د بلادك على مدى مبنيه وعلى الاسس ديالها، وشنو هي السياسه الدوليه، وقول لي شنو هي السياسه الداخليه. على بالك والله نحمد في ربي كيما يتبروك، على بالك والله نحمد في ربي. والله الحمد لله مني ما راكمش عايشين معنا في المغرب وكتنفسوا نفس الهواء وانتم فيكم هذا الكلاخ المبين. لا نحن نقول لك حاجه، نحن واش رانا نخموا من هكا راح نحتلوكم من حكم الحساب. اي راكم ما تحتلونا بالفم كيف ما قال القوه ضاربه. اصبر السامين جاوب على السؤال بما انكم ما يهربش لك شي حاجه اخرى. نعم دابا هذا الاستقبال واش واش البرتغال ما عندهاش رئاسه؟ لماذا الرئيس ما لا عندوش يستقبلكم؟ حكم عسكري عسكري في البرتغال باين حكم. اسمع لماذا عندهم رئيس؟ لماذا لم يستقبلكم رجب طيب اردوغان في تركيا في 2022؟ لماذا لم يستقبلكم الرئيس ديال ايطاليا في ايطاليا؟ لماذا لم يستقبلكم اسبانيا؟ لماذا ديما كيجيبوا لكم غير هاد السفراء وهذا الشيء؟ كتعرف شنو معنى هذه الرساله اللي كيعطيوكم؟ كتعرف هذه الرساله شنو كيعطي؟ علاش ملي جا اردوغان الجزائر؟ كتعرف الرساله علاش ملي جا اردوغان الجزائر قلبوا الاصال بالكلاب؟ علاش ما كيتيقوش واش خلينا نتكلموا اخويا وليد، ومن بعد غادي نخليك تدخل انت وياه في شي نقاش لا بغيتو. انا تاكدت بلي لازم نحترمكم صراحه والله لازم. واش كتعرف شنو هي الرساله اللي كيعطيو هنايا للعالم؟ واش كتعرف ولا؟ هذه راه اهانه دبلوماسيه. هذه كتدخل في اطار كتدخل في اطار الاهانه الدبلوماسيه. هذا كيقولوا للعالم بان الجزائر ليس لها وزن. الجزائر ليس لها وزن لا في الساحه الدوليه ولا في الدبلوماسيه ولا في اي شيء. يعني كيستقبلكم السفير ديالكم ويستقبلوكم العسكريين. الملك المغرب الملك المغرب شفتيه كيستقبلوا شي سفير ولا كيستقبلوا ماكرون فاش كيمشي الملك فاش كنت عندنا علاقات مع فرنسا كان ماكرون يخرج هو اللي يفتح الباب الطوموبيل ديال الملك. عرفتي ودي قد المغاربه اسمع كان يدور الشعار ديالك هبط الشوارع تاع فرنسا هبط من الافضل لك هبط. شعب مبردع بمعنى الكلمه، تجي تحمقني في راسي.
والله في ديك كمال اللوغو والله اللي عندك داير فيه داك المخ تما كاين، خصك تمشي تاكل الكركاع باش يبقى ديك المخ ديالك يبقى يفكر. ما لا تفهم لا والله في السياسه لا في قانون لا في حتى حاجه. الرسائل اللي كيقدموهم الدول وكيشوهوا النظام ديالكم والتبهديل ديال النظام ديالكم ما قريتيهش. الصوره اللي درنا لك السياره ديال التبون كتضرب بالبيض من طرف الشعب الجزائري، هذه هي راه جرائد عالميه كيكتبوا على هذا الشيء. قال لك ما كانش شفنا حنايا 32 طلقه ديال المدفع. الشيء باش كنقول لكم دوله عسكريه. الشيء نتوما كتامنوا غير بالحرب، اسمعنا المدفع يضرب. الشيء كيفاش نتوما دوله عسكريه، كيفاش حكمكم العسكر. الشيء كيفاش ما كتفهموش في الدبلوماسيه. الشيء كيفاش شبون ما كيعرفش الاعراف الدبلوماسيه. الشيء علاش الجامعه العربيه علاش قال بان تبون لا يحترموا الاعراف الدبلوماسيه. شفتي بان الجامعه العربيه قالت بان تبون يضع نفسه في عزله. شفتي كيفاش خرجوا مفكرين فرنسيين كيقولوا بان الجزائر في سجن كبير. العزله ليس من طرف الدول الاوروبيه، وكنت قلتها لكم ديك النهار، قلت لكم الجزائر الان في عزله، لا من طرف الدول العربيه ولا من طرف الدول الافريقيه ولا من طرف الدول الاوروبيه ولا من اي جميع الجوانب. شفنا الاهانه ديالكم في تركيا. الرئيس رجب طيب اردوغان ما استقبلش الرئيس تبون حتى ضرب 24 ساعه وهو جالس في الاوتيل، لم يعير له اي اهتمام. وهذا قلت لك كيدخل في اطار الاهانه ديال الدبلوماسيه. يهينكم ماكرون كيقولوا اردوغان ويقول للعالم بان الجزائر ليس لها اي وزن في الاعراف الدوليه. من بعد داك الشيء فين شفناه في ايطاليا بعد زياره الرئيس ماكرون، لم يستقبله الرئيس الايطالي ولا اي ولا وزير الخارجيه. استقبالكم العسكر اهانه في الاعراف الدبلوماسيه، لم يعيروا لكم اي اهتمام ويقولون للعالم. حتى دابا البرتغال يستقبلكم السفير الجزائري، مخلصين السفير الجزائري وكانوا امنيين جزائريين، وبعض الاشخاص من المخابرات الجزائريه كانوا في المطار وكانوا عسكريين برتغاليين ودايرين كمامه. يعني كيفكركم في 2021 ما كتحترموش القرارات والمعايير الدوليه. الناس فاش كانوا كيقولوا لقاح كورونا وفاش كانت منظمه الصحه العالميه كتبحث على اللقاح ولقاو اللقاح والشعب كان خايفان، والرؤساء ديال الدول اللي عندهم وزن كانوا خايفين على الشعب ديالهم، وبدات المطالبه باللقاح حتى ان الطائرات اللي كيجيبوا اللقاح ما كيجيبوش واحد العدد، كان اللقاح على مراحل. انتم لم تعيروا اللقاح اي اهتمام، وانما التبون بدا يضرب لكم في اللقاح ديال انفلونزا الطيور. فاذا بامريكا في المستودع اللي كان عندها تما كانوا دايرين في واحد لاكاف دايرين تما كان واحد اللقاح 3 مليون لقاح تعرض للتسمم في امريكا، فاذا به جابته الجزائر وضربته لكم. ومن بعد ذلك اسرائيل هي من اعطتكم 1.5 مليون لقاح صدقه من عند اسرائيل للشعب الجزائري، لان ما يفعلونه اليهود ارحم بكم من النظام الجزائري. على الاقل اليهود شافوكم واحد الشعب مبردع، هاد التبون ما بغاش يجيب لكم حتى اللقاح، فاذا باسرائيل تصدقت عليكم ب1.5 مليون لقاح. فاذا بالبرتغال سنه 2023 تقدم درسا للجزائر وتفضح الجزائر وترسل رساله للجزائر بانها لا تحترم المعايير الدوليه ويضعون الكمامات. عسكريين برتغاليين يضعون الكمامات. ها هي الكمامات. ها هو السفير ديالكم يقول بان الرئيس هنا. اين هو الرئيس؟ اين هو وزير الخارجيه البرتغالي؟ فين؟ فقط عسكريين لانكم نظام عسكري. فاذا بالرد لم يبقى، فاذا بالكلام لم يبقى فقط في المطار اخوتي المغاربه، وانما خرج الى شوارع البرتغال. الصوره هنا تعبر عن نفسها. فاذا بالشعب الجزائري الذي يؤمن بالتغيير، الشعب الجزائري الذي ليس هو نظام وشية لنظام العسكر، الشعب الجزائري الذي يقول على الرئيس تبون تم تعيينه من طرف فرنسا، يقولون تعيين الرئيس تبون من طرف فرنسا، ضربوه ورشقوه بالبيض. ويقولون الجزائر دولة مدنية، وقالوا في وجهه رئيس تبون مزور جابوه العسكر،
وهاد الشعارات هذه سمعناها حتى بعد تولي رئيس تبون الرئاسة في الجزائر حتى لسنة 2020، وما أدخل الشعب الجزائري في معظم ولايات الجزائر إلا هذا الكوفيد كورونا، إلا الفيروس اللي انتشر في العالم هو اللي دخل الشعب وخرج القانون ديال الحجر الصحي على الشعب في الشعوب في العالم اللي فيهم اللقاح فيهم هذا الفيروس كورونا انتشر، هو اللي دخل الشعب. وما المصطلح ديال تبون مزور جابوه العسكر حتى بعد تنصيب تبون رئيس الجزائر من طرف فرنسا، تم تعيينه من طرف ماكرون. الشعب معظم الولايات ديال الجزائر كلهم يهتفون تبون مزور جابوه العسكر، الجزائر دولة مدنية. وشفناهم يقولون لذاك النسبة القليلة لأبناء الجنرالات وكأبناء الكبرانات الفرنسية الذين يحكمون الجزائر ويدخلون الشعب الجزائر. كبسوا خوتي راه شي شويه فعلا، كبسوا خوتي الله يبارك فيكم باش ما يضربوناش الله. نعم قلت لك، فإذا بهاد الناس بقاو كيقولوا لهذوك اللي صوتوا كيقولوا لهم بصبع زرق، وهذا المصطلح تخرج من الجزائر، هذا المصطلح خرج من الجزائر. ولكن الرئيس تبون الفشل ديالو دائما يصبه على واحد الفئة اللي هي سلمية. فما رأيكم بأنه يقول بأن الماك حركة إرهابية ويتهمها بالإرهاب؟ لماذا في نظركم؟ لكي يقوم بمسح وسخه في هذه الحركة. تبون الدولة التي لا ديمقراطية لها ولا أسس لها ولا حكم سيادي لها، يقول تبون المبردع الذي يبردع شعبه بأن حركة الماك حركة إرهابية. وأمريكا صاحبة القرار الأممي الأولى في الأمم المتحدة تقول بأن حركة الماك حركة سياسية سلمية. وكندا صاحبة الديمقراطية تقول بأن حركة الماك حركة سياسية سلمية. وفرنسا تقول بأن حركة الماك حركة سياسية سلمية. والممثل المغربي الدبلوماسي المغربي في الأمم المتحدة يقول حركة الماك حركة سياسية سلمية. ونحن الشعب المغربي بما أننا اختلطنا في هذه المواقع التواصل الاجتماعي ورأينا الكلام ديال حركة الماك ديال الناس القبائل مع هاد الهك الثانية الشعبشيات، وجدنا أن حركة الماك والشعب القبائل سلميين بمعنى الكلمة، لا يشمون ولا يقذفون في الأعراض ولا يتنبؤون بالحروب ولا يتمنون الحرب، عكس هذا الشعب الجزائري يطالبون بالتغيير، يطالبون بالعدالة الاجتماعية في الشعب الجزائري رغم أنهم يؤمنون بالتغيير ويؤمنون بالاستقلال. يقولون على الشعب الجزائري لابد له أن يستقيل من نظام العسكر، لابد للشعب الجزائري أن يطرد الكبرانات الحاكمة في الجزائر بالوصاية الفرنسية. فإذا بالشعب الجزائري الذي يقول بأن حركة الماك حركة إرهابية يأتيهم شنقريحة بطربوش بكاسك من عند فرنسا، قائد الجيوش الفرنسية يكرمونه في فرنسا ويحكمون في الجزائر. فإذا بفرنسا تكرم تبون على تجسسه في شمال إفريقيا والملفات التي درست في شمال إفريقيا ويذهب بها إلى أين؟ إلى فرنسا الإليزي، وتقوم بتكريمه في الإليزي كما فعلت مع الأمير عبد القادر الخائن، مؤسس الدولة الجزائرية كما يقولون. فإذا بمؤسس خائن ويعترفون بدولة مؤسسها خائن. تحياتي لك بن دريس خويا، ليك الكلمة. ونشوف عاوتاني بعض الجزائريين اختيسيهم مرحبا. فشل في الاتصال خوتي كبسوا، راني بغيت نطلع سيام كيقول لك فشل في الاتصال. تحياتي لكم الاخوان. تحياتي لك اختي سهام. تفضلي اختي سهام، سمعتي الموضوع ديالي؟ انا عارفك ما شاء الله تبارك الله قامه في السياسه، انت بغيتك انت شو تلقي عليهم ذاك الافكار ديالك، تلقي عليهم المعلومات ديالك، تلقي عليهم شري عليهم الثقافه ديالك والفكر ديالك، وريهم المراه المغربيه شنو كتقول انت تبارك الله عليك، تبارك الله عليك اخي كمال، راك تبارك الله عطيتيهم كلشي، جمعتي لهم كلشي في قفه وحده وحطيتيها لهم. ولكن غنضيفوا على بان عبد المجيد تبون لم يكن مرغوب فيه في البرتغال،
لان هاد الزياره اللي قام بها هذا الرئيس ديال هاد الدوله هو انها لم تكن زياره رسميه، لم تكن هناك دعوه. يعني هاد النظام الجزائري يعني ما كيحترمش البروتوكول ما بين الدول. ملي كتكون واحد الدعوه كيكون واحد الاستقبال رسمي، ماشي غير هز الطياره ديالك وركب فيها وقول غنمشي نشرب قهوه في واحد الدوله اخرى. لهذا كان الاستقبال هزيلا. ونفس الشيء اخي كمال والاخوان اللي معنا، كتردوا البال كل مره في الرئيس الجزائر كيزور شي دوله ما كيستقبلوش الرؤساء ديال الدول. علاش؟ لان ما كتكونش دعوه رسميه، ما كيكونش مرغوب فيه، ما توجهتلوش واحد الدعوه رسميه باش يجي وينظم حسب الاجنده، لان كل دوله عندها اجنده ديالها الدبلوماسيه كتخدم عليها. ماشي ممكن غير حيت الطياره واجده غتركب في الطياره وتمشي لواحد الدوله اخرى، هذا غير ممكن. وهذا الشيء بان لان هذا الخلاف في الاعراف والبروتوكول اللي معروف به في ان الزياره ديال الرؤساء ديال الدول. شنو شفنا في هذا السفر اللي قام به تبون الى البرتغال؟ كان غياب الرئيس البرتغالي. الرئيس البرتغالي ما كاينش، واللي اكد عليه الاخ كمال هو ان كان الاستقبال عسكري. انا نزيد نقول بان الاخ كمال تكلم على علاش الناس دايرين الكمامات، لماذا كان الاستقبال بالكمامات وليس هناك فيروس كورونا؟ راه هنا كيتطرح السؤال، ولماذا كان استقبالا عسكريا؟ ياك نتوما كتقولوا مدنيه، علاش ما استقبلكمش المدنيين؟ علاش غيكون واحد الاستقبال عسكري؟ ثاني حاجه اللي انا تقريبا كمال قال عليها كل شيء، ولكن انا بغيت ندير بين قوسين واحد النقطه اللي بغيتك تركز عليها اخي كمال في اللايف ديالك كذلك. كيف يعقل باننا ملي كنا كنتكلموا مع الجزائريين ومع بعض الكراغله وكنا نتكلموا في التاريخ ونقول بان كانت الجزائر عباره على إيالة، كان يرفضون ان نقول على الجزائر كانت عباره على إيالة، فاذا بالرئيس تبون يقولها في خطابه الصحفي الجزائر إيالة، قالها تبون في خطابه. هذا خطير. رئيسكم يعترف بأن الجزائر كانت عبارة على إيالة، وانا نتمنى من الجزائريين يطلعوا ويقولوا لنا كيف يعقل بأن رئيس دولة يخرج ويقول بأن الجزائر عبارة عن إيالة، وكاين تسجيل ونطلعوه لكم وتسمعوه. فهذا الشيء اللي بغيت نقول باش ما نحتكرش الكلام ونخلي الإخوان. شكرا. غير واحد النقطة أخي كمال باش نزيدوها للنقاش. حتى شوف حتى التباديلة ديال جلوس الرئيس البرتغالي في ذاك الكرسي وجلوس الرئيس الجزائري في الكرسي اللي كاين، يعني شوف حتى من حيث البروتوكول ديال الجلوس كما كنقولوا انه اهانه، بمعنى انه كتحطوا في واحد الكرسي هابط، بمعنى انك لا قيمه لك. وشفتي راه هذا راه باين، يعني كيف ما قالت الاخت سهام وقلنا كاملين بان هذه، والان تيطلع واحد يذكر رساله رسميه او لا زياره رسميه. هذه ماشي زياره رسميه، هذه زياره دارت من بعد كما قلت انا في التدخل الاول، بان من بعد المعاهدات اللي وقعها المغرب مع البرتغال ومع مع رئيس الوزراء رئيس الحكومه المغربي والرئيس الوزراء البرتغالي والدوله البرتغاليه بصفه عامه، هذه كتجي كما كنقولوا حنايا كانها رده فعل على ما تم الاتفاق عليه للضرب في هذاك سميتو، او شفتوا حتى الطريقه باش كانت تهضر على اننا مستعدين اننا نديروا جميع الحلول او جميع اي حاجه غير ترضى البرتغال على هذه على الزياره ديال تبون، بما في ذلك كما قلنا حتى القضيه بغى يهضر حتى على قضيه السلام عليكم حتى على قضيه الصحراء المغربيه. وشفتوا الرد ديال الرئيس البرتغالي تيقول باننا نحن مع ما تفعله الامم المتحده، يعني داك الشيء اللي كتقول الامم المتحده حنا مساندينه، بمعنى انك ما كيف ما كنقولوا حنايا بغى يلعب على الوتر ديال الصحراء المغربيه. لكن مع البرتغال، مع الناس اللي كيحترموا الدوله المغربيه واللي كيقدروا المواقف ديال صاحب الجلاله واللي كيقدروا الدوله المغربيه، بمعنى انهم يعني راه كيف ما كنقولوا حنايا راه اللي عندك قيمه عندك قيمه، ما عندكش قيمه راه ما تسوى والو في السوق. تفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم. فيير معليش ندخل صبر فاتح ديزيد غادي نديروا واحد الحوار السلام عليكم. هكا. يلا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اخويا نعم. راك فرنسا دارت تبون، حتى فرنسا عندها مصالح في المغرب يبان لنا، ولا ما كانش؟ نعم. عندي لك واحد السؤال الاخ.
لا واجبني الرئيس وبعد عبد انا نواجب. المجيد لا واجبني شنو واجبني قلتي؟ وبعد شنو علاش قلت لك نجاوبك؟ علاش نجاوبك؟ فرنسا عندها مصالح في المغرب ولا ما عندهاش؟ كانت عندها مصالح في المغرب وانتهى امر المصالح في المغرب. ثم انت مغربي، يا راجل انت مغربي. انا الله مغربي، يبارك. انا نحي مغربي. ديك نحي ديك افار، نحي افار من الفوق ودير مغربي، دير تاع الماروك وصحيح خير. كامل امير ماروك خير امل كامل افار. واخا وشنو وزيدك كتعني سؤال داك مازال. صبر بعدا شنو كتعني داك اف ار؟ شنو كتعني اف ار؟ مانيش عارف شو فرنسا اختي روحك. فرنسا يلا واش فرنسا شوفها شنو كتعني. فرنسا والله شوفها فرنسا شنو كتعني اف ار. ثاني نشوف شعار تاع فرنسا. فرنسا اف ار، شعار تاع اف فرنسا. ار خلينا نهضروا معها فاتح كاين الله تما ينورك. شعار فرنسا، كاين تما شعار لا فرنسا. كيما حنا الديزات شو طلع جزائري تصيب عندها ديزات لا درابو تاعها، انت ما داير لا درابو داير افر. فهمني دروك. هذيك اف ار كتعني فرونكلا. تعرف شنو هو فرونكلا؟ فرونكلا هي صح سيبو خلينا صايع جبرت مخرج. واخا قول لي الزوجه. صبر انا نقول لك، صبر نقول لك واحد قول الحاجه. قول لي هذا ما نخاف على الشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري ضد فرنسا، وتبون يفرض على الشعب الجزائري فرنسا، مما أصبحت فرنسا من كوابيس الشعب الجزائري. أصبح كل شيء يراه بعينه يظن أنها فرنسا. كيفاش أخوتي باقي عندكم هذه الأفكار؟ نجاوبك معليش نجاوبك انا كمال. خليني نواجبك خويا العزيز. خلينا تسكو واحد دالته. انا من صباح نستنى فاتح. صبر وعاود يعطيك الداله غير ما تسخنش. ما تسخن غير في خاطرنا ونحكيو عندنا غير بالاحترام برك. غير بالاحترام غير باش نصحح له واحد المعلومات. باسكو هذا امير بان بلي انسان متخلق ما شاء الله، وبالك راه يهضر سي نورمال يحب بلاده كيما انا نحب بلادي. نورمال عادي ما عندي حتى اشكال. كل واحد يضرب على غير هذيك التصويره تاع المرسيدس اللي بالحبه بيض. هذيك ماشي حبه بيض، ضربوه بسبع ولا بحبه بيض بس كان يشوفها كي السبع. التصويره اللي دايرها في موراك تاع المرسيدس تاع الرئيس تاعنا. هذيك حبه بيض. هذيك حبه بيض ولا سبع؟ هذه ضربوه هذيك حبه بيض ولا سبع؟ ضربوه بسبع ولا بحبه بيض؟ ولكن الصوره اسمع انا نقول لك واسمعني. الصوره بالسرعه ديال البيض، السرعه ديال البيض فاش شدوها بالكاميرا، بالثقاله باش ياخذوا الصوره، فاذا بديك التشاش ديال البيض بقى هكاك غادي باش تعرفها. تسمى هكذاك هذاك هو التشاش تاع البيض. هي صاي دوك نسيها ونبعث لك التصوير. خلينا دابا حنا المهم خلينا نكمل. لا انا غير نصحوا شي صوالح برك اختي هذا ما كان. لا تكلمنا على الزياره ديال تبون. زياره تاعنا. سبب الزياره ديال تبون شنو هي؟ الاساس ديال الزياره علاش غادي للجزائر؟ صح دقيقه دوك نواجبك. خليونا غير من هذيك باسكو هذا الحوار ما خصناش حوار تاع شوف تيفي نحكيو تاع حوار تاع متخلقين. خلينا حوار تاع شوف. لا خلينا نشوف تيفي وخلاص. احترم راسك حنا ما بغيناش الحوار ديال الشروق، ما بغيناش معليش ما نحكيش معك في الشروق. ما نحكيش بصح الشروق تلفازه وشوف دخل في الموضوع مالك كتراوغ. دخل في الموضوع ونجاوب واش نراوغ اختي؟ واش نراوغ سيها؟ ما تقلقيش. واش قادر الفير تناقش ولا نعطيو الفتح؟ ناقش. واش غتناقش خويا؟ ناقش. قل لي الاسباب اللي دفعت تبون انه يدير زياره للبرتغال. شنو هو الاسباب؟ وعلاش ما يمشيش للبرتغال؟ هو السبب اللي ما يديش كرئيس دوله ما يروحش البرتغال. علاش؟ دابا هو مشى، ولكن طرح واحد المشروع، طرح واحد الاطروحه ديالو. يعني بغيناك تقول لنا شنو هو السبب. سبب سياسي ومشى للمغرب ومشى اسمح لي مشى للبرتغال وهو رئيس دوله ويمثل الجزائر ومن حقه يمشي كما محمد السادس مشى للطوغو ومشى كما كل رئيس كل ملك يمشي يزور. هذه عادي ولا مشكل ولا حاجه كبيره. الحاجه الكبيره اللي ما صبر لا نجاوبك خليني نجاوب انا. صبر فتحي جاوبني فتحي. شوف سيدي تجاوب. صبر فيا باش غادي. نعم على الزياره شوف هذه ديجا الاولى رساله للسعوديه، هذه مفروغ منها لان في القمه العربيه كلكم تعرفوا باللي في الجزائر حتى يعني ولي العهد فرض واحد المنطقه كذا جاب زيلينسكي للجامعه العربيه. هذه الاولى. ثانيا هذا تمهيد يعني لزياره روسيا ان شاء الله
لانه كان مخطط ليه زياره الجزائر الى فرنسا، باش ما يقولش الدول الغربيه باللي الجزائر راهي تميل حتى لروسيا، منها يعني الدوله الغربيه هذه البرتغال، ومنها يعني لتضييق الخلاف على المغرب. هذه مفروغ منها، لانه حتى الجزائر راهي تحاصر في المغرب حاليا، هذه حبينا والله كرهنا. واخا اسمعني، انا نجاوبك يا فتحي. انا فتح نجاوبكم. انتم ما فاهمينش. شبون مشى للبرتغال وما فاهمينش وعلاش كيمشي، علاش غادي. اول حاجه تبون ذهب الى البرتغال بدعوى ماذا؟ للترويج عن القانون. خليني نتكلم وخليني نتكلم. ذهب للترويج عن القانون الجديد الاستثماري، القانون الاستثماري الجديد. فهم؟ اسمع القانون الاستثماري الجديد، بمعنى أن الجزائر والتبون قاموا في مجلس المستشارين ومن طرف رئيس الحكومة بدراسة واحد القانون استثماري جديد، ومشى يدير له الترويج ديالو في البرتغال ويحط الأطروحة ديالو في البرتغال ومجموعة الدول. هذا القانون الجديد اللي دارته الجزائر، هذا القانون الاستثماري الجديد، غادي نسولك ومن بعد غادي نقول لك الاهداف ديال هذا القانون الجديد. تبون ذهب الى البرتغال وطلب من البرتغال بان دير مع علاقات تفضيليه. علاقات تفضيليه. ما معنى علاقات تفضيليه؟ عادي جدا. حتى ايطاليا ما معنى علاقات تفضيليه؟ ما معنى علاقات تفضيليه؟ يطول فيها الشرح هذه العلاقات التفضيليه هذه، والله غير يطول فيها الشرح. لا يطول فيها الشرح، لا يطول فيها الشرح، واتحداك باش تقول لي ما هي العلاقات التفضيليه. العلاقات التفضيليه يا اخي هذه براي بين الدول. مثلا الجزائر مثلا ندو مثال، نعطيك الغاز مثلا بسعر يعني مثلا مش في العالم، مثل حتى يعني في العالم على السعر تاعو. مزيان. ونعطيك يعني مثال. احنا راك غلط فاتح، راك غلط فاتح خويا، راك غلط فاتح. لا ما غلطش خليه ما غلطش. علاه ما غلطش. لا ما غلطش. انا جاي لك كافير. دابا فاتح راه واحد الانسان ملم بالسياسه. اسمع، انا فاتح واخا هكاك، انت انسان ملم بالسياسه، لكن انت فيير. انا غنرجع لك للسؤال ونتمنى منك انك تسلك راسك كيف ما هذا فاتح، كيف ما تطرحوا عليا اسئله ولا على الاخت سهام ولا على الخط. لا مش كيستيون نسلك راسي ولا يسلك راسك. كمل. نعم يعني هو هي ان الجزائر ستسلم البرتغال الغاز والبترول بثمن تفضيلي. مثال. لا شوف انا اعطيتك مثال. مثلا قلت لك راني شوف افهم كلامي. انا قلت لك مثلا الجزائر مثلا تمد الغاز او تبيع الغاز يعني لدوله البرتغال بسعر يعني مش كما في السعر العالمي، يعني هذا كمثال. هذه يقول لها تفضيل، لانه الجزائر دارت علاقات مع البرتغال. وممكن يعني كاين ثاني اتفاقيات اخرى ممكن انتم ما تعرفوهاش، لانكم انتم راكم تقولوا الجزائر راهي فرنسيه. وكيف انا حبيت انا يعني هنا كاين واحد التناقض. كيفاش الجزائر تخلي فرنسا هذه اللي راكم تقولوا عليها باللي الجزائر هذه راهي فرنسيه وتفضل يعني البرتغال؟ هذه الاولى. ثانيا هذا يقول لها تمهيد يعني لزياره روسيا حاليا تقريبا، يعني تقريبا بعد 20 يوم، لانه باش كما قال الرئيس تبون باش الجزائر تهرب من صراع الاقطاب كما يقولوها. لانه الجزائر ثاني الجزائر حاليا راهي تمهد يعني لدخول البريكس، والضربه الاخيره والقاضيه يعني لمحاصره المغرب هذه لا نقاش فيها، لانه الجزائر حاليا تريد القضاء على النظام المغربي. يعني صراحه الجزائر كما قلت النقطه لا عوده هو اسقاط النظام الملكي. غير صبر سامير. هذه اسقاط النظام الملكي هذه لا مفر منها يا اخي، هذه لا مفر منها. لانه الجزائر قالت لكم حتى الرئيس قال لكم لحقتوا يعني النقطه لا عوده. ممكن الجزائر ترجع العلاقات مع المغرب اذا كان مغرب جديد، ولكن حاليا اذا حتى يسقط النظام الملكي. وممكن يعني يكون يعني جاوبت يعني على بعض الاسئله. ممكن تفضل يا سي. اوكي. اول سؤال اللي طرحتي قلتي انتم كتقولوا بان فرنسا تحكم الجزائر، كيف يعقل انها مشات باش دير اتفاقيات مع دوله اخرى؟ انا غنقول لك اخي الخير فيما بينهم.
يعني ملي كتمشي للبرتغال، البرتغال هي عضو في الاتحاد الأوروبي. كذلك الغاز ملي مشى لإيطاليا راه ما مشاش لإيطاليا بوحدها، راه مشى للاتحاد الأوروبي. يعني فرنسا لا تتدخل ملي كتكون المصلحة عامة في دائرة الاتحاد الأوروبي. ثاني حاجه اللي تكلمتي عليها، ما بقيتش عقلت كيبقاو يهضروا بزاف كيدوخوا بنادم. ثاني حاجه اللي تكلمتي عليها محاصرة المغرب بلاتي قلتي بان لا بلاتي لا خليني نكمل واخا بلاتي. قلتي محاصره المغرب ليس محاصر. المغرب كنشوفوا حنا غير الاستقبال البروتوكول والدبلوماسيه اللي كاينه مع الدول دائما مرحب به، دائما يرحبون بالمغرب. بينما اللي كنشوف الجزائر اصبحت منبوذه يا اخي من الجامعه العربيه، منبوذه من الاتحاد الاوروبي، منبوذه من روسيا اللي كتقولوا عليها واحد الصديقه وبان عندكم مصالح اقتصاديه معها. فين هي الزياره اللي قالت بونسا عندي زياره لروسيا؟ لحد الان ما كايناش هذه الزياره نهائيا. يعني اسمعني نقول لك، رئيسك يخرج خليني نكمل لك خليني نكمل الله يرضيك ما تقاطعنيش يا ربي تمهيدا لزياره روسيا. ما تقاطعنيش خليني نكمل وجعتك تاع محاصره المغرب وجعتك. اسمعني انا غنقول لك ما هي محاصره المغرب، وهذا جاء على لسان رئيسكم تبون. ماذا قال نحن محاصرون. علاش؟ مشاكل في المالي في حدودنا، مشاكل في النيجر في حدودنا، مشاكل في تشاد في حدودنا، مشاكل في الساحل وفي ليبيا مشاكل يعني. وقال كذلك في الحدود المغربيه الجزائريه. من المحاصر هنا يا اخي؟ من المحاصر؟ اليست الجزائر محاصره؟ نزيدك واحد القضيه ديال البريكس وبلاتي نكمل. خليها تسالي سد المايك. قضيه البريكس، تطبلون بالبريكس وسندخل البريكس، وخرج تبون يقول وضعنا الملف نطالب بالدخول الى مجموعه البريكس، وخلاكم دائما تحلمون كيف ما العاده اكبر منظومه اكبر مساحه اكبر. وفي الاخير خرج في خطابه ماذا قال للشعب الجزائري؟ قال للشعب الجزائري نحن في المجموعه ديال البريكس غادي نكونوا مشات لي المهم مراقب فوالا شكرا مراقب مجرد مراقب في مجموعه البريكس. يعني فين هي الدخول ديالكم للبريكس يا اخي؟ اين هي؟ وما تجيش هنا تبقى تكذب على الاخوان المغاربه. شكرا اخي كمال، عطيو الفرصه للاخرين. واحد السؤال انا نعطي سؤال خلينا نواجبوا. الله ينور خلينا نواجبوا. بلاتي انا نقول واحد الكلمه نهضر بارك الله فيار غادي ندوز معاك انت الموضوع، غادي ندوز معاك انت فيار الموضوع. صح غير الهام اسمع هذه غير الهام. اسبقيه للنساء، اسبقيه للعيالات. بارك الله فيك. الهام تفضلي. والله الجزائري يحترم الله اكبر. السلام عليكم. 45 مليون تحترم. 45 مليون ماشي غير جزائري. اسمع نقول لك شوف يا الهام، انا كنت كنقول بان اصبر في فتاح وحنا غير واسكت من الصداع دابا حنا واحد المساله كنت كنقول بان الجزائريين لا يحترمون بانه شعب مبردع، لكن بعد زياره ماكرون وقد فيه بالبيض والله الا كاين الجزائريين الاحرار اللي امنوا. نعم تفضلي لك الكلمه اختي الهام باش غادي نعطيو الفيار الكلمه. المغاربه اللي في الشرق وجدوا البيض وشيروا اللي في الحدود يتربوا حتى هما شويه. المهم تحياتي للجميع وتبارك الله عليكم. اللي بغيت نقول اخويا كمال، انا بالنسبه لي شرحت الاخت سهام بالضبط ونتايا في القضيه ديال الزياره للبرتغال، ولكن انا اللي بغيت هنا نحط ليه العلم هو كيفاش واحد الزياره ما ممنهجاش ما مبرمجاش ما محطوطاش في جدول الاعمال ديال الحكومه البرتغاليه. يعني هناك شي شيك توقع كما كانت توقع قبل منها لمصر وكما كانت توقع قبل منها لجنوب افريقيا واخا ما تعطاش لهم الكاس تما التيران سميتهم، وكما تعطى قبل منها لتونس وقيس، وكما تعطى قبل منها الحماس في فلسطين. يعني انا ضربت الحسبه باتبون خسرتي شي 7 ديال الشيكات غير في هاد زياره الخفاف من غير هاد الملايير الملاليره اللي قلتي باللي قضيه راه كتخسر على البوليزاريو. هذا اللي بغيت نفهم كيفاش اخوتي الجزائريين الا كنتو فعلا كتامنوا بكلمه خوت كيفاش تسمحوا لرئيس بحال هذا انه يمثلكم يمشي بلا موعد جايب العراضه البرتغال، الشعب ما باغيش رافضه، غادي معاه طياره مضاده للرصاص حتى في الهبوط ديالو في الدروج داير واحد الخبه خايف.
احنا عندكم شنو واقع في الجزائر؟ حكوا لنا، عاودوا لنا والله نعاونوكم كما عاوناكم خرجنا فرنسا نهار الثوره. ممكن اليوم نوقفوا نخرجوا لكم هذا النظام، وخصوصا ملي شفنا عاوتاني في طوني ما الحكومه. قدرتيش تخرجينا. بلاتي خليني ما كنهضرش معاك، كنهضر مع خليها جزائري تهضر باش العاقلين. ما يقطعوش ولد بلادك. حنا بلاد جريح بلا والو. الا كنشرح لا لك يا لا دارت لنا محاضرة دارت لنا محاضرة والله غير محاضرة عباك محاضرة. يكون لا ضريتينا واخا اختي عباكي اسمعي تقدري تضري الانسان غير بكلمه. غادي نعطيو الكلمه الخير. صبر فتحي صبر فيا. بلاتي غير كلمه بما المغرب في القمه العربيه كلمه ما قالهاش. فتحي صبر الهام غير صبري مازال غنرجعوا ماشي غادي تندوروا في الجامعه العربيه الكلمه تاع المغرب شنو الكلمه لانه ما عندكمش وزن. خلينا نتكلموا دابا فيا. بما ان الاخ فتحي يعني عطى التعريف الحقيقي لهذه العلاقات التفضيليه، انا كنطرح عليك السؤال: ما هو السبب الذي ادى الى الرئيس تبون باش يذهب للبرتغال ويدير هذه العلاقات التفضيليه؟ اولا، واش الملف ديال التظاهره الرياضيه ديال المونديال ديال 2030 اللي غيتنظم في المغرب، او المشروع القاري ديال الطاقه الكهربائيه بين القاره الافريقيه وبين القاره الاوروبيه اللي كتخدم فيه المغرب والبرتغال وبدا على الامر الواقع، او ان اسبانيا تعترف بالامبراطوريه المغربيه وتدعم مقترح الحكم الذاتي ولا تعرف اي بوليخاريو ولا اي شيء؟ شنو هو السبب اللي خلى الجزائر انها تمشي دير هذه العلاقه التفضيليه وتقول للبرتغال ساسلمك غاز الشعب الجزائري بثمن تفضيلي، او بمعنى اخر فابور، غير مجرد ما يكونش واحد الخيار واحد من هاد الثلاثه؟ شنو الدراسه ديالك انت؟ شنو هو السبب؟ نقدر اسكت انت فتحي احترم ولد بلادك. نواجبوا فتحي لا فتحي غتحترم ولد بلادك وغتخليه فير غادي يجاوب على هذا السؤال. لا قبل ما نجاوب على سهام. لا ما استطاعش. نواجب سهام نعاود نواجبك دقيقه نرد لسهام. الا واجبتي سهام اسمع، راك منحايد ولا راك نورمال تحكي نورمال؟ انا راني مغربي من محايد. كي درتي لي لا محايد في الديمقراطيه خلينا كل واحد يهضر حقه وكل واحد يواجب على حقه، وهي تواجب وانت تواجب وانا نواجب. لكن تطرح لي سؤال وهي تعطيني سؤال تهضر على الاخر نشوف فيها سما هذا لايف افير ابا كاينين هنايا ربعه الاشخاص كيناقشوا. اصبر فتحي، كاينين ربعه الاشخاص كيناقشوا. غاسمع كاين ربعه الاشخاص كيناقشوا. كاين كمال، كاين سهام، كاين فير، كاين فتح، جوج جزائريين وجوج مغاربه. الله يبارك. انا اسمع، انا اناظرك انت يا فير وسهام غتناظر فتحي. يعني المغالطات اللي غادي تقول عليهم الا ما استطعت يستعن بصديق واحد اخر. قول لي كمال، انت غتجاوب على السؤال اللي قلت لك انا، الاسئله اللي قلت لك انا، ومن بعد تتكلم على الاسئله كمال. ماش نلعبوا مقابله، رحنا نحكيو برك، رحنا نهضروا برك، ماشي مقابله تاع تجاوب سهام. جاوبه معليش، وانا نجاوب على تاع كمال وعادي جدا. معليش جاوب على سهام صافي. غادي عطى سهام فتحي كيعلن الهزيمه ديالو قدامك، فاذا به ما خليتنيش واجب السهام، سهام نسقسيك سهام. عباك درتي لنا محاضره تاع 6 سوايع باش تقولي كلمه برك الافا. نغي نقول لك حاجه، كنتي مع تبون انت تخدمي مع تبون باش عرفتيه باللي راح بلا ما عرضه. غير حابين نسقسيك، تخدمي في وزاره الخارجيه. نجاوبك جاوبي. في الاعراف الدبلوماسيه، يعني في السياسه والعالم. خليني نتكلم. طرحتي سؤال خليني نتكلم. في الاعراف الدبلوماسيه والعلاقات الدوليه هو البروتوكول اللي كيكون ما بين الدول. ملي كيكون شي امير ديال دوله او ملك دوله كيستقبلوا امير او ملك. ملي كيكون رئيس حكومه كيستقبلوا رئيس حكومه، وزير خارجيه كيستقبلوا وزير خارجيه. هذه هي الاعراف الدبلوماسيه يا اخي. الا انتم ما فاهمينش في هذه الاعراف هذا شيء كيخصكم. انا كنشوف ان الرئيس تبون بلاتي يكمل لك. الرئيس تبون لما ذهب الى ايطاليا لم يستقبله رئيس الحكومه،
وعندما ذهب إلى تركيا لم يستقبله أردوغان. يعني لماذا دائما هذا الرئيس لا يستقبل من طرف رؤساء الدول؟ هذا هو السؤال اللي كيطرح. نطرح عليك سؤال باش ما باسكو انت باينه باللي تعرفي بزاف في البوليتيك ما شاء الله، سي حاجه مليحه عليك. شحال كام كيلومتر في المغرب؟ لا نهضر مع سهام، انا نهضر مع سهام. شحال عندكم كيلومتر مغرب؟ يا واجبي سهام، واجبي سهام دروك ما تدخليش جوجل. انا ما كندخلش جوجل، اسمح لي نقول لك واحد القضيه. انا ما كندخلش جوجل، ولكن انا غنجاوبك على واحد القضيه. اسمعني نقول لك، اسمعني ديك المراوغات ديالك. انا الموضوع اللي مطروح ما تعرفيش كيلومتر تاع بلادك تهضر على الجزائر ولا قوه. ما تعرفيش بلادك شحال فيها كيلومتر تهضر على الجزائر. اسمعني دابا، اسمعني الكيلومترات. اسمعني نقول لك واحد المساله. عرف التاريخ تاع بلادك قبل ما تعرف التاريخ تاع الجزائر. واسمعني نقول لك، دريناكم حتى لهاد الدرجه ما تقدروش تناقشوا معنا. ما ضريتنيش انت. انا نشوف اسكو انتيليجونت ولا لا. هذا ما كان دروك عرفت باللي ما كان. واخا سيدي واخا. صبر يا سيدي. المساحه ديال المغرب بدون الصحراء الشرقيه كاينه 710,000 كيلومتر مربع. هذه المساحه ديال المغرب. ومنين غادي نردوا الصحراء الشرقيه غتولي فيه 1,300,000 كيلومتر مربع، وغتولي مساحه الجزائر اصغر من مساحه المغرب. لذلك السؤال نفسه عليك فتحي اطلق الميكرو، ما هي مساحه الجزائر؟ 2,300. خليني نطرح عليه واحد السؤال الله يحفظك يا كمال. سؤال واحد. واخا صبر يا سهام، واخا اختي سهام، واخا سهام صبر. كم هي المساحه القابله للزراعه في الجزائر؟ كم هي المساحه القابله للزراعه في الجزائر؟ كم هي المساحه القابله للزراعه في الجزائر؟ تقريبا مليون. ما نظن، ما عنديش عليها معلومات انا، لانه ما عنديش عليها معلومات. لا اله الا الله. تقريبا مليون. تقريبا مليون. شوف الكلاخ كيفاش داير. يا كمال باش ما نهربوش على داكشي اللي وضعنا عليهم. خلينا احنا في هذه الزياره ما عنديش عليها معلومات. سد خليني نجاوب. البحر شحال فيه عندكم؟ البحر شحال فيه؟ البحر شحال عندكم فيه؟ يا ودي البحر نسى البحر ونسى البر. هضر معنا على الزياره ديال تبون، على هذا الشيء هذا اللي تبون. انا خليني نواجبك على تبون. تبون راجل، تبون منعكم تدخلوا المغرب، منعكم تدخلوا الجزائر. عباك هذيك الضربه منعكم تدخلوا ديريكت لالجيري، تضربوا تور دو مون باش تدخلوا لالجيري. هذه وحده. ثانيا تبون خلينا نكمل. شوف دابا بما انك قلتي تبون غادي نقول لك تكلم لي، بما انكم منعتوا حي كمال غادي نقول لك تكلم لي على الاتفاقيه ديال 2006 بين فرنسا وبين الجزائر حول المطارات وحول الاجواء الجزائريه. من المتحدث الجزائري؟ نقول لك نقول واجبك عليها. هذه خلينا نكمل الاتفاقيه. خلينا نكمل الاتفاقيه. هذه الاتفاقيه ما كايناش منها ابدا. نقول لك علاش، وما تقوليش كاين وما كاينش. خليني ما تقول لي ما كاش. ولماذا البرلمان لا ما كايناش. هذاك البرلماني اعتذر باسكو كاين اسمع لي. هذه كاع ما كايناش في العالم. هذه ما كاينه. عباك الانسان والاتفاقيه راه كاينه في جوجل. بنادم راه الاتفاقيه كاينه، الوثيقه كاينه في جوجل، والوثيقه ديال الاتفاقيه كاينه في جوجل. وبركه من الكذوب. راكي تعيطي. ما خليتينيش نهضر. خليني نقول كلمه ونقول لك غير كلمه. بلاتي كلمه. شوف انا كنشوف بان الجزائري اللي كيخرج على النص ديال الموضوع انا كنشوف فيه ضعف لانك ما قدرتيش تناقش موضوع زياره رئيسكم الى البرتغال والتبديله اللي تبادل. بديتي كتخرج وكتمشي للمساحات وبديتي كدور ابوات ديالكوش. خليكم في الموضوع. ضعف والله الا بينتوا على ضعفكم، اقسم لك بالله. صح. كيف يعقل ان رئيسك يقول عليكم انكم عباره عن اياله قال لكم في البرتغال الجزائر اياله. على فضيحه والله العظيم الا فضيحه بقلاقل خلاوها المصريين. سهام انت راكي تهضري. شوفي انا نعطيك مثال. غير نعطيك مثال.
اسرائيل راه عندكم في المغرب ياك. مشيتي لاسرائيل، ها انت خرجتي من البرتغال ومشيتي لاسرائيل. مشيتي للبرتغال. انا نواجهك على انا باقا في البرتغال، انا باقا في البرتغال، انا باقا واقفه في البرتغال، انا ما تحركتش. راكي تخربي، انا ما تحركتش. راكي تخربي في واحد المواضيع. ندخل نعطيك انا في البرتغال، الموضوع هو البرتغال، مالكم ما قدرتوش ناقش الموضوع، ناقش الموضوع. خلي اسكتي نناقش معاك. اسكتي خليك في البرتغال ما تروحش. خلينا في البرتغال. هذه تعلميتي تاع بلادك هضري زكي كيما ما تعرفيش لا ابقى في البرتغال وانا معك، بقى في البرتغال وانا معك. انا نقول لك هذه نعطيك معلومه باسكو راهم يشوفوا فيك الناس، عبالك راهم يشوفوا فيك الناس راهم يعيطوا لي في الخاص قالوا لي ما شاء الله عليك باسكو لا انا ماشي ما شاء الله، انا بحال خوتي انايا لا ماشي تي عليا انا قالوا لي ما شاء الله عليك فيان. هذه ما تعرف والو في التاريخ وراه غير تعيط. معليش انا غير كنعيط. خليك عا في البرتغال، خليك في البرتغال، خليك في البرتغال. اسمعي والحاجه الشابه اللي عجبتني في البرتغال عيطوا لك في التليفون. لا والله العظيم بعثوا لي ميساج والله العظيم الا ضحكتيني اقسم لك. خلينا نهضروا معاك. حبسوا المايكات كلكم باش نفهموا هذا الحوار. راح ندخلنا في نقاش بيزنطي على ما نستافد من والو. فتحي عندك شي صح يضرب في فتحي افير راه جالس حدا الكوكوت البطاطا كتسلق وراه كتصفر لنا في ودنينك. حزم حدا الكوكوت جي تعشى مرحبا بك، جي تعشى في الجزائر، جي تعشى مرحبا بك. بارك الله فيك الاخ فير. والله عندي انا والله ما ياكلها. يا ودي فتحي قول غير خير واش انا نوكلها. اسمع كيما البارسا جا كلا في الجزائر حتى هو ياكل، علاش ما ياكلش؟ هذاك خونا مي هادو العيال خليونا راه كيغيروا الحوار كامل. شوف صبر سامي شوف انا من كرمي فيه قال لي مرحبا بك، هذا من الكرم ديالو كيعبر عن الكرم ديالو، ولكن انا ما غنمشيش رغم انه عرضني. عرفتي لماذا؟ لانه الكوكوت كتسلق البطاطا. الجزائر استوردت من اسبانيا بطاطا ديال الخنازير. واش انا لا اكل بطاطا الخنازير. واش فهمتي؟ انا لا اكل بطاطا الخنازير. كمال انا اريد البطاطا المغربيه. طلع النيفو لا كمال طلع النيفو خلينا نكمل. طلع النيفو خليني نكمل. الرئيس تاعنا في البرتغال، الرئيس تاعنا في البرتغال حاجه اللي عجبتني. لا الحكومه البرتغاليه والرئيس تاعهم وكاع الاخر استعرفوا بالمغرب. قال لك المغرب استعرفوا بالبوليزاريو وقال لك البوليزاريو عندها الحق باش تكون وحدها ما تبعش المغرب. هذه اللي عجبتني. هذه الزياره تاع تبون. هذا هو اللي ربحته. نربح انا. هذه البوليزاريو عندها الحق. هذا ما كان. تقول لي على الغاز هذه حكايه، تقول لي على ما كل شيء هاد الصوالح تاع بشوف تيفي. انا اللي هضرها الرئيس تاعهم وقال لهم باللي البوليزاريو عندهم الحق بالحريه، عندهم الحق. هذا ما كان. ومن بعد ما يهمنيش هضرت شوف تيفي، هضرت شوف صبر فير. انا غادي نجاوبك. شتي كيفاش بان الجزائري رغم انه يريد ان يحاور الخبث او النفاق السياسي، البوليميك ماشي البوليتيك ماشي السياسه، يعني ما يعرفش كيفاش يحاور. علاش؟ قال بان البرتغال تقول انا ادعم المقترح ديالكم الذاتي تحت السياده الملكيه، وهذا المقترح كدعموا هذه المده الثلاث. خليني ما كنتي كتهضر انا ما كنتش كنهضر. خلينا نهضر. لا ماشي تدعم الحكم الذاتي يا ودي غير اسمعني. خليني نتكلم وديك الساعه واش مغالطات ما تفوتش مغالطات اللي عجبوك خليني نهضر. واش يعجبوك انت واش فاش كنتي يا ودي اسمع، فاش كنتو كتمروا المغالطات حنا غير كنصلحوا المغالطات، ومنين غادي نعطيك كلمه ما غنقاطعكش. علاش ملي كنتي كتقول انها تدعم وكنت ساكت؟ غنشوف شكون اللي حجته ضعيفه وشكون اللي حجته باطله. وهذا الشيء هذاك اسمعني،
وهذا الشيء هذا كيأكدوا وزير الخارجيه ديال البرتغال، كيأكدوا في الرابط التاريخي بين الامبراطوريه المغربيه وبين البرتغال. انا نقول لك علاش. اكد بان البرتغال تدعم مقترح الحكم الذاتي تحت السياده الملكيه منذ 30 وداروا ميثاق الصداقه. واسمعني وداروا ميثاق الصداقه. وها علاش نتوما مشيتوا كتكلموا كتقولوا حق تبون كيتكلم مع البرتغال حول نظره تاريخيه. تبون لم يتكلم عن نظره تاريخيه، وانما البرتغال اللي تكلمت وقالت باننا درنا اتفاقيه السلام مع الامبراطوريه المغربيه منذ 250 سنه، وحينها لم تكن حتى الجزائر ولا حتى البوليزاريو. لو كانت البرتغال تدعم البوليزاريو كما قلتم حول الرساله التي ارسلت لها من قبل الملف ديال التظاهره الرياضيه اللي غينظم المغرب في 2030، لكانت البرتغال واسبانيا تراجعوا عن قرارهم ولا كانوا خرجوا من هذا الحلف، لا كانوا خرجوا من هذه التظاهره. يعني ما غاديش تنظم المغرب كاس العالم، لان كاس العالم غادي يكون اول افتتاح ديالو في ملعب الداخله وفي ملعب العيون بالصحراء المغربيه. لذلك هذا هو ما ذهب بماكرون بتبون يجري الى البرتغال، يقول لهم نريد معكم علاقات رمزيه، غنديروا معكم واحد العلاقات تفضيليه، نسلمكم الغاز ديال البترول، الغاز والبترول ديال الجزائر فابور، فقط ما تدعموش مقترح الحكم الذاتي. وباش المغرب ما ينظمش التظاهره الكرويه، لان الاقتصاد المغرب غادي يزدهر بواحد النسبه سريعه، وبان المغرب غادي يقفز واحد القفزه وغيخلي الجزائر 300 سنه اللور، لان اللي قفزت به اسبانيا، اللي ردت اسبانيا في هذه الدول المتقدمه، هو التنظيم ديال المونديال ديال 1982 اللي دار في اسبانيا. والمغرب كانت الاوضاع الهشه اسبانيا كثار من المغرب وكثار من الجزائر، فاذا باسبانيا اصبحت من الدول المتقدمه في المجال السياحي والمجال الاقتصادي والمجال التجاري. لذلك الجزائر تخاف ان يقفز المغرب وتبقى هي من الدول اللي في العالم هذا هو السبب. كمال صدقني ولا لا تصدقني ولا نهضر معك سيريو، نهضر معك سيريو كمال والله غير سيريو. خليني دقيقه نعطي واحد الكلمه ونحبس. صدقني كمال والله لا شو لا ما راكش خالص عليها والله لا حرام، ولا راك خالص عليها ولا لا قليله، والله لا والله عباك التاريخ عباك يخرجوا المؤلفين تاع التاريخ يبداو يضحكوا عليك، المؤلفين يخرجوا يضحكوا عليك. هذا ما كان يا فير اسمع ملي يكملوا اخي كمال اعطيني واحد المداخله لا جات على خاطرك. راكم نسيتونا معليش قطر خسرت 200 مليار دولار على ما ضمنتش. انت ضيف الشرف سامي، انت ضيف الشرف خليني نسال. شوف انت ضيف الشرف ما تسالش. احنا تفهمنا زوج لا ثالث، لا تولي ثالث اغلبيه، لا خلينا غير زوج خير. كمان خليني كلمه خويا كمان كلمه بارك الله فيك. صبر إلهام صبر فاطمه يا دقيقه سيدي خليني نسال. نكمل نختم المداخله بارك الله فيك. قلت لكم قبيله القضيه ديال هذه سهام على بالك، سهام طاحت لنا طبيبه وهي ما عارفه شنو كيلومتر في بلادها. اسكتي سهام اسكتي راهم يضحكوا عليك الناس. مالك مقتول على سهام، مالك واش انت كتناقش سهام؟ واش انت جيتي تناقش سهام ولا جيتي تناقش الموضوع؟ مالك اخويا حرحرتك سهام غير دقيقه، مالك يا اخي ارتاح مع راسك ارتاح. اصبر الشريف، انا اللي غنظم الحوار باش غادي نتهناو كاع في خطره. قطع الصوت باش غادي نبقاو حنايا غير بربعه بينا. تفضل يا الهام. صبر فتحي، حنا ما غاديش نهضروا، خلي الهام تهضر وغنخليو سامين يهضروا باش غنهبطهم ونبقاو حنا هنا ربعه بينا باش ما يبقاش هذا النقاش. علينا تبقى ساعه ويطبطب علينا. يلا لا ماشي ساعه، غنعطيها 3 دقائق. تحية الجزائر، السلام عليكم. تحية الجزائر، تحية تبون، وتحية الدولة تاعنا. السلام عليكم. والله هبط بحالك. يلا تبوا لي ضربوا بالبيض باقي شي حد يحيي. تفضلي يا سهام. انا اهم حاجه في الموضوع ديالكم اللي خصني نقولها سي كمال هي ان الحمد لله حكومتنا على رئيسها يعني زياره اخ النوس مشينا درنا معاهدات، درنا عقود، كاين تما الصيد البحري، داخل التجاره، الفلاحه، امورنا مزكيه مقاده. القمه العربيه ربحنا بها اوكرانيا وراكم عارفين، ولكن نرجع نقول لكم شحال عاوتاني مد شحال الشفر يعني الرقم واش هو فيه الملايين اللي مد الشيك للبرتغال باش يجلس مع ديك التصويره
بداك مقزم في هذاك الصالون. عيب عليكم، من 2023 نحسب لكم 5 شيكات، وحده لتونس، جنوب افريقيا، فلسطين ومصر، ودابا البرتغال، والشعب راه في الطابور. تحياتي والسلام عليكم. بارك الله فيك اختي الهام. سامين لك الكلمه خويا. خويا صبر زيد فتحي، غير خليك فتحي. خي كمال، غير غادي نقول واحد القضيه. شوف باش تعرف هنا الناس هادو راه لما كتواجههم ولا كتشدو في شي قنت كما قالوا وكتعطيه الحقائق وكتعطيه باش كيمرض، كيهرب لك الاسئله بزاف، كيهرب لك على الاجوبه. انت عطيتيه اسئله وما جاوب عليهم حتى واحد، لا فتحي ولا فاتح ولا ذاك فاير اللي كان. انا نقول واحد القضيه، انا وعندي سؤال. سمعني، عندي سؤال. دابا غير خليه قول الكلمه ديالو. صبر فتحي، خصنا باش نهضر. قول الكلمه ديالك. عندي سؤال لانك تقالت باش بغيت نعرف انا سؤال، واش انت كتعتبر نفسك اياله جزائريه ولا دوله جزائريه؟ واش كتعتبر نفسك هكا؟ وعندي السؤال الثاني، انت قلتي بان تبون مشى باش يحاصر المغرب. اسمع لي، مشى باش يحاصر المغرب، انتم باش غادي تحاصروا المغرب؟ عطيني باش غادي تحاصروا المغرب. هذا هو السؤالين مباشرين. صحيح. اولا حنا ما عندناش حرج. الجزائر كانت اياله، ما عندناش حرج وما عندناش عقده، وانا نقولها وعادي جدا. الجزائر كانت اياله، واياله الجزائر ما كانتش مملكه، لانه كنتوا تضحكوا تقولوا انتم الجزائر اللي كما كان يقول تبون الجزائر علمت دول اوروبيه على الديمقراطيه، وهذا يدل باللي الجزائر كما كانت اياله ما كانش عندها ملك يحكمها ويتوارث الشعب الجزائري. كان احنا عندنا الداي كل 3 سنين يتبدل، وهذه الديمقراطيه في الحكم. وكانت الجزائر هي الاولى في شمال افريقيا اللي دارتها، هذه الاولى. السؤال الثاني واش قلت لي؟ المحاصره. هذه بالفعل نحاصروكم، لانه الجزائر ولكن فتحي دابا هذا الداي حسين اللي كنتي كان عندكم الداي وقلت لا الدايات ماشي داي فريد، لا الداي حمد نمشيو لك لاحسن داي عندكم. الداي حمد كاع نشوفكم حنا اللي تولد في الجزائر، والله راح نتهربوا لي ونمشيو لك حنايا اللي تولد في الجزائر. نمشيو لك لهذا الداي حمد اللي تولد في الجزائر. يا سيدي قول لي اصول الدايات منين؟ شكون اللي كان كينصبهم يا اخي اصل الدايه الجزائر كانت عندنا علاقات مع تركيا، وتركيا يعني حاليا لان كانت الامبراطوريه من قام بربط هذه العلاقات مع تركيا؟ هذه الاهالي تاع الجزائر، الاهالي الجزائر لما سقطت الدوله الزيانيه هنا في الجزائر لم يكن لكم رئيس. لا غلطي اخي، كانت عندنا الدوله الزيانيه كي سقطت وضعفت. ومن قام بربط هذه العلاقات مع العثمانيين؟ اهالي الجزائر يا الاخ. هكاك هذا اذا الكلام ديال شارل ديغول قال بان الجزائر على مر التاريخ لم يكن لها سياده، لذلك تهافت عليها السوريون وتهافت عليها الاوروبيون وتهافت عليها داعي، ما كان الداعي لان نقوم بتاسيس دوله. يعني هذا الكلام ديال شارل ديغول صحيح؟ يعني ما كانش عندكم لا شارل ديغول هذاك العدو الجزائر. وراه هذا هو الكلام اللي قال شارل ديغول. يعني ما كانش عندكم نظام اصاحبي، ما كانش عندكم نظام، ما كانش حاكم. يعني كانوا الاهالي. شوف الجزائر كانت ارض نواة، معناها باللغه العربيه الجزائر كانت ارضا نواة بلا سيد فقط. لا هذه انتم عندكم، انتم اللي راكم مامنين بها، وهذه راه انتم هادشي اللي قال شارل ديغول، واللي كتقول انت في فمك كتقول لي الاهالي. كيف للاهالي يقومون بربط لأن علاقات الدوله مع المركزيه سقطت في الجزائر، الدوله الزيانيه اسقطتها اسبانيا يا الاخ. الدوله المركزيه بقياده سليم التومي اخر حاكم للدوله الزيانيه في الجزائر. من اسقط الدوله الزيانيه؟ اسبانيا يا اخي، وكانت عندها يعني من قتل حاكم التومي في الجزائر؟ من قتل سالم التومي؟ لا هو نورمالمون الاسبانيين هما اللي قتلوه، الاسبانيين. وكاينه واحد اللي قتل سالم التومي، اللي قتل سالم التومي هو بربروس. هو اللي قتل سالم التومي واراد. صباري فتحي باش نقريوك حتى التاريخ. اللي قتل سالم التومي هو بربروس، فإذا بزوجة سالم التومي أراد اغتصابها بربروس وعروش، فإذا بها تناولت السم وانتحرت وماتت وانتهى حكم الجزائر. شوف كاين روايات بزاف على قصة سليم التومي. لا انتم مروجين، انتم حاكمين في واحد الرواية. يا ودي شوف يا ودي اسمعني خليني نتكلم ولا تتكلم عليك. دابا سيدي الإيالة الجزائر كانت إيالة الجزائر شحال كان
ما عندناش عقده، فيها ما من عندناش كيلومتر عقده. احنا مربع. كانت الجزائر شحال كان فيها إيالة من علمت. في اي سنه ممكن نقول لكم غير علاش صبر قال اختي سهام والله تنوصل معاه لحد هاد الهضره في اي حتى سنه. من سقوط الدوله الزيانيه في الجزائر، والجزائر كانت تعتبر إيالة. الإيالة معناها باللي الجزائر كان عندها حكم كما نقولوا احنا نظام جمهوري مش ملكي. متى سقطت؟ شحال كان فيها من كيلومتر؟ لا حول ولا قوة. هذا شحال كان والله فيها غير من سؤال كيلومتر؟ بيزنطي، والله غير هذا نقاش بيزنطي قدامك. متى سقطت مملكة هذا هو كوكو؟ السؤال اللي كنت غنطرحه. لا حتى للصحراء. متى سقطت مملكة كوكو؟ في أي سنة سقطت مملكة كوكو؟ فوقاش سقطت مملكة كوكو؟ اي والله غير نقاش بيزنطي، والله يا اخوتي غير نقاش ايوا بيزنطي. دابا انا غادي نشرح لك الشريف. اسمع، الإيالة الجزائر اللي كتكلم عليها كانت المساحة ديالها لا تتجاوز 500 ألف كيلومتر مربع، وكانت مملكة كوكو في بلاد القبائل في الشرق. واخا مملكة كوكو حتى بعد قتل سالم التومي فمملكة كوكو كانت مملكة وتم إسقاطها حتى القرن السابع عشر، حتى القرن السابع عشر، وانتم العثمانيين دخلوا للجزائر في القرن الخامس عشر 1516. لذلك الجزائر كانت عندها مساحة لا تتجاوز 500 ألف كيلومتر مربع. لذلك بلا ما تهضر في التاريخ ولا تكلمتي على التاريخ، إذا منين قال تبون البارح الإيالة، إذا من أين جاتكم 500 ألف كيلومتر مربع؟ منين جاكم التبقي؟ حدود الموروثة عن المستعمر الفرنسي. لماذا لم يذكرها تبون عند البرتغال؟ لأن البرتغال لا تؤمن بالحدود الموروثة عن المستعمر الفرنسي. البرتغال لم تكن ضمن الدول التي قامت بتقسيم الإمبراطوريات، لأن البرتغال لم تساهم في تقسيم شمال إفريقيا، لأن عندنا معها اتفاقية السلام منذ 250 سنة. قبل دخول فرنسا 1850 عندنا اتفاقية السلام بيننا وبين البرتغال 1776. فهمتيها دابا ولا ما فهمتيهاش؟ لذلك تبون لو كان قال الجزائر لا كانت خرجت فيها البرتغال عينيه وقالت له انت كذاب. فهمتيها دابا؟ نجاوب. تفضل هرطق. انت راك تقول كنتوا امبراطوريه ما شاء الله. انت كنت تقول باللي المغرب كانت امبراطوريه، وكنا نعرفوا باللي يعني المغرب كانت عباره عن ايالتين، مراكش وفاس، والباقي دار السيبه. هذا الامبراطوريه هذه هل كان عندها يعني مثلا سيطره على البحر الابيض المتوسط؟ انا نجاوبك على قضيه الامبراطوريه. اسمع غير اسمعني غير هذا. بلاتي الله يرضى عليك باش نبقاو سميتو. واش حنا شوف انا ملي كنقول لك اسمعني وخليني غير نهضر. علاش انا ما كتخلينيش نهضر يا اخي؟ سد المايك خليني نقول لك غير واحد. سد المايك واحد دقيقه. اسمع نقول لك واحد القضيه. انتم تؤمنون بالحدود الموروثه عن الاستعمار، يعني بالحدود الموروثه من المستعمر الفرنسي. والمستعمر الفرنسي من قال دخلنا للجزائر فوجدناها عباره عن إيالة، ودخلنا الى المملكه المغربيه ووجدناها امبراطوريه. يعني هذا المستعمر اللي انت وردتي عليه ذاك الارض هو اللي قال هذا الكلام. وكاين خرائط كاتب فيها المستعمر الفرنسي لومبير ماروكان. اسمعني مازال ما كملتش هضرتي. لومبير ماروكان الامبراطوريه المغربيه، وهذه في تاريخ وفي الارشيف الفرنسي المستعمر اللي اليوم تطبلون وكتخرجوا كتقولوا نحن مع الحدود الموروثه عن الاستعمار. انا كيعجبني ملي كيكون واحد اللايف كيكونوا الاخوان ولكن نتوما كتحاولوا تخرجونا زياره تبون. لا بلاتي كمل لك مازال ما كملتش الهضره ديالي. خليني نكمل ما تقاطعنيش. خليني نكمل ما تقاطعنيش. انا زياره تبون اسمعني زياره تبون الى البرتغال. اسمع مزيان وغنقول لك. بعدما سمع من الدولة البرتغالية بأن المغرب ودولة ما كيخلينيش نهضر بما أنه لا كيشوش. اجي دابا انت خليني نكمل لك اجي انت خليني غير نكمل له هذه كمال على اصبر يا سيهام. دابا انت ما مشيتيش، هو غادي معك بواحد النظره غتمشي معك. ولكن كنا نسيطروا حنا على البحر الابيض المتوسط. ولكن الامبراطوريه تاعكم الوهميه هذه اللي ما على باليش من خلقتوها، هل كانت تسيطر على البحر الابيض؟ انا نعرف الامبراطوريه تسيطر على البحر وتسيطر على الارض. هذا الامبراطوريه الوهميه المسكينه هذه اللي اخترعتوها انتم ما كانت لا تسيطر لا على ارض ولا على بحر.
كنت ايالتين مراكش وفاس، وكان الاستعمار وهذا الشيء اللي كيبقى يعاود فيها كمال، هذا الشيء كيعاود فيه من قبيله دابا انت ما كيعاود فيه فهمتش من الاحتلال الصهيوني. اسمعني كنقول لك